السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شباب سينيور 1 ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا لاخر محاضره في الانتجريتد ساينس، وصلنا لليله الامتحان في الانتجريتد ساينس. عامل لك ليله الامتحان في اقل من ساعتين شرحت لك ال 14 درس كاملين مكملين، مفهومش نقطه ناقصه، من 7 ورقات او 7 صفحات، عباره عن 4 ورقات فيهم كل حاجه، ومأكد عليك في كل حاجه. ركز معايا ما تفوتش اي لحظه، انا بشرح بالراحه وباستفاضه ال 14 درس في اقل من ساعتين. فيلا بينا. انا عامل لك المنهج كله في حوالي 7 صفحات او في 3 ورقات، لمم لك الدنيا كلها، بحيث ان انت تبقى مجمع كل حاجه في دماغك وتبقى كل حاجه مرصوصه رصه كويسه. تعال نبدا اول حاجه باول درس عندنا، كان بعنوان الانفايرمنت والهيدروسفير. لو انت فاكر كنا قلنا يعني ايه انفايرمنت، يعني الحاجه اللي بتحوطنا، everything surround us. قال يا دكتور كان بيتقسم حاجتين، بايوتيك وابايوتيك، بايوتيك وابايوتيك، بايوتيك وابايوتيك. بايوتيك دي يا دكتور البيولوجيكال كومبوننت. طب والابايوتيك النون بيولوجيكال كومبوننت او نون بيولوجيكال ثينجز. افتكر ان هم كانوا ايه؟ البيوتيك كانوا هيومن، انيمال، بلانت، مايكرو اورجانيزم، والابايوتيك كان ووتر، اير، سويل، لايت. والاسئله بتيجي ازاي؟ يجيب لك 3 ويقول لك اختار الرابعه على شكل اكسبت وهكذا. قال لي يا دكتور طب ايه هو الايكو سيستم؟ قال لي يا دكتور الايكو سيستم عباره عن الحاجه، يعني تفاعل البيوتيك مع تفاعل الابايوتيك عشان يعرفوا يسرفايفوا في التشينجينج كونديشنز اللي موجوده. تمام قوي، حلو قوي الكلام ده يا دكتور. قال لي كل ايكو سيستم ليه كام مثال؟ ليه 3، يا اما اكواتيك، يا اما ديزرت، يا اما فورست. يعني يا اما شكل بحري، يا اما شكل صحراوي، يا اما شكل ايه؟ يا اما شكل زراعي او شكل ايه؟ شكل الغابات. قلت له ماشي. وقال لي كل ايكو سيستم من دول لازم يتوفر فيه الفور سفيرز. كام سفير يا شباب؟ الفور سفيرز. ايه هم الفور سفيرز؟ كان عندي يا دكتور اللايزوسفير اللي هو الارضي، وده يا دكتور بيتكلم على الكور. تمام. يا اما دكتور الاتموسفير ده بتاع الجازس، يا اما دكتور البايوسفير بتاع الليفنج اورجانيزم، يا اما الهيدروسفير ده اللي هو الووتر. وافتكر ان اللايزوسفير اللي هو اللاند بتمثل 30% والووتر بتمثل 70%، فالنسبه بتاعتهم بتبقى 3 to 7 لو بدانا باللايزوسفير، و7 to 3 لو بدانا بالهيدروسفير. قال لي يا دكتور مسكنا ال 70% دي وبدانا نتكلم عليها. اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا ان السولتي ووتر 97، وخد بالك ما ينفعش استخدمها عشان هي عندها هاي كونتنت اوف سولت. تاني حاجه يا دكتور الفروزن ووتر كان 2%، والفريش ووتر كان 1%. السولتي ووتر اكتر حاجه ليه كانت الاوشنز، والفريش ووتر كانت اكتر حاجه فيه الريفرز. وخليك عارف ان شكل النسب لو قال لي الفروزن تو فريش بتبقى 2 to 1، لو او فريش تو فروزن 1 to 2. حلو قوي الكلام ده. قال لي تاني حاجه بقى يا دكتور الهيدرولوجيكال سايكل او الووتر سايكل، ودي يا دكتور كانت كونتينيوس وكانت كلوزد، وكانت الميه فيها في الثري ستيتس. وقلت لك ليه كلوزد؟ قال لي عشان بتبدا بالووتر فورمز الايفابوريشن، وبتنهي ان الميه بتوصل للووتر فورمز سواء عن طريق البريسيبيتيشن او عن طريق الفلوينج لو جايه من اللاند لو انت فاكر. قال لي اول حاجه يا دكتور الايفابوريشن، والايفابوريشن ده يا دكتور كان متقسم انه هيتنج اوف ووتر فورم، ده كانت اهم حاجه، ودي كانت الدايركت. وخد بالك لو الايفابوريشن وقفت كله بيقف. طب يا دكتور وعندي ايه تاني؟ قال لي عندي بيولوجيكال بروسيس بتزود الووتر فيبر زي الترانسبيريشن والريسبيريشن والاكسكريشن، وهكلمك على واحده واحده. قال لي يا دكتور الايفابوريشن الميه تتحول من ليكويد لجاز. طب الكوندنسيشن من جاز لليكويد، والكوندنسيشن بحرف السي كلاود فورميشن بحرف السي. ثم دكتور تظهر حاجه اسمها البريسيبيتيشن الهطول. ثم دكتور الميه تبدا تنزل وتعمل حاجه اسمها الووتر سيبنج او الانفلتريشن، او الانفلتريشن ده اللي بيكون لك الجراوند ووتر. وخليك عارف ان اللي بيكون الجراوند ووتر الانفلتريشن، وبتيجي كتير جدا. وقال لي بعد كده يا دكتور الميه بتبدا تنساب او تسيل فلو اوف ووتر ايه انتو الووتر باديز، ودي عمليه اسمها الفلوينج. اسمها ايه يا شباب؟ الفلوينج. وتبدا يا دكتور السايكل تلف 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 تلف. متبقي هنا كام عنوان يا دكتور؟ متبقي عنوانين. يعني ايه اكسكريشن او اكسكيرشن؟ اكسكيرشن معناها الاخراج ونواتج الاخراج. لو انت فاكر في الدرس قلت لك ان نواتج الاخراج حاجتين، يا اما كربوهيدرات وليبيد يدوني شكل الكربون دايوكسيد والووتر، يا اما البروتين بيديني شكل النيتروجينس ويست اللي هي الامونيا واليوريا واليوريك اسيد، نوت نيتروجين جاز. هتلاقيني انا اعمل لك الكلام ده كله. يعني اكسكيرشن يعني جيت ريد اوف ويست برودكت زي الكربون دايوكسيد، الووتر فيبر، الامونيا واليوريك اسيد اللي هي النيتروجينس ويست.
وتاني حاجه عندك حاجه اسمها الترانسبيريشن. يعني ايه ترانسبيريشن؟ يعني النتح. والترانسبيريشن بحرف البي بيحصل في البلانتس اونلي، وبيعتمد على درجه الحراره. كل ما درجه الحراره ما تزيد كل ما الترانسبيريشن ما يزيد، عشان كده بيزيد ات نون لو انت فاكر. وقال لي يا دكتور الترانسبيريشن كان بيتم في الليفز اونلي عن طريق حاجه اسمها الاستوماتا. كان بيعمل لي ايه؟ كان بيقلل من درجه حراره البلانت تمبريتشر، وبيرفع الووتر من والمينرالز من الروتس تو الابر بارتس عن طريق حاجه اسمها نسيج الخشب او الزايلم تيشو. وبكده يا شباب نبقى خلصنا الحاجات المهمه اللي في ليسون 1. يلا يا دكتور ليسون 2. ليسون 2 بيتكلم على ايه عندنا؟ ليسون 2 اللي هو الجزئيه دي عايز افكرك بيها. الليسون 2 ده كان بيفكرك بالكيميكال بروبرتيز اوف ووتر. يعني ايه كيمياء؟ يعني ستادي اوف ماتر. طب الماتر دي يعني ايه؟ يعني ماس. ومش بس كده، اتكلم على الاتومز. الاتومز نسبتها عامله ازاي وبيمسكوا في بعض عامله ازاي، وايه الخصائص اللي بتخليني اخش في الكيميكال رياكشنز. واهم كيميكال رياكشن في الدنيا كان الكيميكال رياكشن بتاع الذوبان. اهم كيمياء يقول انا بدوب فيك. يعني ايه بدوب فيك؟ يعني ديزولفنت او سولفنت. فبتكلم ان الووتر عندها القدره انها تدوب الحاجه، فتساعد الحاجه انها الحاجه تخش جوه الخليه او لداخل الخليه عن طريق الووتر النيوتران، وتخرج من الخليه عن طريق الووتر اللي هي الويست. حلو قوي الكلام ده. قال لي يا دكتور طب تعالى كده افكرك بشويه كلام. الميه يا دكتور كانت بتكون من واحده او و2 اتش. الريشيو بتاعت الماس 1 to 8، والريشيو بتاعت البرسنتج 11 to 88. ولو قال لي يا دكتور الهيدروجين بيمثل كام بالنسبه ل 200 جرام، هتقول يا دكتور 22 لو انت فاكر بالنسبه لل 200 جرام. قال لي يا دكتور 200 جرام او يعني توتال، يعني لو قال لي 200 جرام توتال يبقى يا دكتور دي 22 و2 من 10 ودي 167. قال لي يا دكتور بتتكون يا دكتور تعالى قول لي هي بتعمل ايه، او اهم خصيصه عندها هي خصيصه ايه. قال لي يا دكتور تعالى اكلمك عن الميه. الميه يا دكتور كانت الاو ماسكه كده اتش، وادي ماسكه كده اتش، وادي يا دكتور دي بتاخد بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. والاكسجين عنده الكترونيجاتيفيتي اوف اوكسجين اعلى من الكترونيجاتيفيتي بتاعه الهيدروجين، فبتعمل لي حاجه اسمها بولاريتي. بولاريتي يعني ايه بولاريتي؟ يعني بوزيتيف ونيجاتيف، اهلي وزمالك، قطب شمالي وقطب جنوبي، اي حاجتين عكس بعض بنسميهم بولاريتي. حلو، فبقى عندي اكسجين وعندي هيدروجين. البولاريتي دي هتعمل لنا حاجتين هكلمك عليهم دلوقتي. قال لي ايه هما الحاجتين؟ قال لي هيكون لي حاجه اسمها هيدروجين بوند، البوزيتيف يجري على النيجاتيف والنيجاتيف يجري على البوزيتيف. ومش بس كده، الهيدروجين بوند دي بتعلي البويلنج بوينت بتاعت الميه وبتخليها توصل لحد 100 سيليزيوس. حلو قوي الكلام ده. طب وتاني حاجه بتخليه جنرال او يونيفرسال ديزولفنت، مذيب عام. مذيب عام لمين؟ لاي بولر، لاي ايونيك، اي حاجه فيها بوزيتيف ونيجاتيف بتدوب في الميه. فبيقول لي يا دكتور هنا ان الموليكيولز باوند توجذر باي هيدروجين بوند وكل واحده الميه ماسكه ازاي؟ ماسكه برده ب2 سنجل كوفالنت بوند والانجل 104.5. حلو قوي الكلام ده. قال لي يا دكتور البويلنج بوينت بتاعتها ب 100. وزي ما احنا قلنا تعالى اقول لك على اهم سؤال اكسبلانيشن في الدرس ده. ليه الميه بتعتبر بولار كومباوند؟ عشان الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين اعلى من الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الهيدروجين، فالالكترونز تبدا تتحرك ناحيه الاكسجين، فالاكسجين ياخد الكترونز زياده بشحنه نيجاتيف فياخد هو النيجاتيف. وقال لي يا دكتور عندنا في حاجه اسمها يونيفرسال سولفنت فور السبستانس. زي ايه يا دكتور؟ زي ال NaCl زائد الميه تديك Na بوزيتيف زائد Cl نيجاتيف. فالبوزيتيف يجري على الجزء النيجاتيف من الميه او البول النيجاتيف من الميه OH، والنيجاتيف بتاع Cl يجري على الجزء البوزيتيف بتاع الميه اللي هو الهيدروجين. بعد كده يا دكتور قلنا ان الميه بتستخدم في حاجه اسمها سولت هيدروليسيس. يعني ايه سولت هيدروليسيس؟ يعني التحلل المائي للاملاح. قلت له يعني ايه؟ قال لي كل ملح من جواه يا اما كان من جواه اسيد يا اما كان جواه بيز او جواه الاثنين. فاحنا دلوقتي بنشوف مين اقوى، مين اللي صفته بتظهر اكتر، الاسيد ولا البيز، ولا بيساووا بعض فيبقوا نيوترال. لو انت فاكر كان عندنا 3 انواع او 3 مشهورين قوي. عندك يا دكتور ال NH4HCO3. قلت له ماشي. قال لي ال NaHCO3 وال NH4Cl. عندي كام مركب؟ عندي 3 مركبات. قال لي يا دكتور المركب اللي هو اسمه NH4HCO3 اللي هو الامونيوم بايكربونات. لو انت فاكر احنا بعد ما عملنا تحليل كنا بنفك نصين ونفك الميه نصين ونشوف مين سترونج ومين بيز ومين سترونج ومين ويك، مين اسيد ومين بيز، ونبدا نتعامل. قال يا دكتور بس انا عايز افكرك احنا بنمشي بسرعه ازاي. لو انت فاكر احنا كان عندنا يا دكتور ال NH4HCO3 ده يا دكتور كنا بنقول عليه نيوترال. كنا بنقول عليه ايه؟ نيوترال. ليه؟ ان الاتش قد ال OH، وده ما الاتش قد ال OH يا دكتور يبقى البي اتش بتاعنا ايكوال 7.
طب يا دكتور ال NaHCO3 NaHCO3 ده يا دكتور ده بيزك، فيا دكتور عايزك تبقى عارف ان البي اتش مور ذان 7. طب وال NH4Cl البي اتش بتاعه ليس ذان 7 ليه؟ عشان ده يا دكتور اسيد، ده يا دكتور بيز، وده يا دكتور نيوترال. قال لي يا دكتور ليه بنقول ان الاسيد ان ده اسيد وده بيز وده نيوترال؟ قال لي يا دكتور على حسب العلاقه بتاعت الاتش والعلاقه بتاعت الاو اتش. لو الاتش اكتر من الاو اتش يبقى اسيد، الاو اتش اكتر من الاتش يبقى بيز، الاتش قد الاو اتش يبقى نيوترال. حلو قوي الكلام ده. فقال لي يا دكتور تعالى نبدا نمسك حته حته. طب يا دكتور انا هنا ال NH4HCO3 بيطلع لي في الاخر ايه؟ بيطلع لي NH4OH زائد H2CO3 في المعادله. طب في اتش؟ لا. في او اتش؟ لا. يبقوا بيساووا بعض يبقى ايكوال. قلت له ماشي يا دكتور، ده ما بيساوي بعض يبقى ايكوال وده ما ايكوال يبقى نيوترال. قال لي طب يا دكتور البيزك انا جبت يا دكتور ال NaHCO3 اديته ميه، فكيت ال Na ده سترونج اندبندنت ينزل لوحده، وال H2CO3 ينزلوا مع بعض يبقى ال OH. طب يا دكتور دلوقتي ال OH اكتر من ال H، طب ده ما ال OH يا دكتور اكتر من ال H يبقى بيزك، والعكس بالعكس حصل في الاسيد. دلوقتي يا دكتور لو بقى ال H هو اللي كتير يبقى اسيد. ولو انت فاكر احنا كان عندنا حاجه صغيره كده كنت بقول لك طريقه بصمجيه زياده عن اللزوم في الثلاثه. كان عندي يا دكتور حاجه اسمها امونيوم كلورايد، صح؟ وكان عندي حاجه اسمها امونيوم باي كربونات، وكان عندي حاجه ثالثه اسمها يا دكتور صوديوم امونيوم كلورايد وامونيوم باي كربونات وصوديوم باي كربونات. قال لي يا دكتور تعالى بقى ناخد الحوار. قلت لك ابسط طريقه او اكتر طريقه بصمجيه، هات اول حرف من هنا واول حرف من هنا، بقت ايه يا دكتور؟ سي. طب ايه سي؟ تبقى اسيد. دي طريقه احنا بنحفظ بيها بعد ما فهمنا وعرفنا ان الاسيد ده يا دكتور الاتش اكتر من الاو اتش، وبعد ما فكينا كل حاجه. قال لي طب يا دكتور الامونيوم باي كربونات، قال لي يا دكتور ايه اسيد، بي بيز، يبقى ايه اسيد وبيز يبقى نيوترال. تمام. واخر حاجه يا دكتور ما لقيتش هنا حاجه ولقيت هنا بي بس، يبقى بي تدي لك بيز. طبعا انت عارف ان البيز الاو اتش اكتر من الاتش، وهنا يا دكتور الاتش قد الاو اتش. ده يا دكتور البي اتش بتاعنا 7، وده يا دكتور مور ذان 7. حلو قوي 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 الكلام ده. قال يا دكتور كده يا دكتور احنا خلصنا اول درسين. خلصنا ايه؟ اول درسين. خلصنا ايه؟ اول درسين. قال يا دكتور تعالى بقى نبص على الدرس الثالث الا وهو الفيزيكال بروبرتيز. الفيزيكال بروبرتيز. قال يا دكتور الفيزيكال بروبرتيز انا بتكلم معاك في حاجتين. ايه هما الحاجتين يا قلبي؟ قال لي يا دكتور دينستي وهيت، دينستي وهيت. قال لي تعالى نمسك الدينستي وفكرني بيها يا دكتور. يعني ايه دينستي؟ قال لي يا دكتور الدينستي دي اللي هي الماس اوفر الفوليوم. حلو قوي 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 قوي. بتتقاس بايه يا دكتور؟ بتتقاس بجهاز اسمه الهيدروميتر. ده يا دكتور بيقيس الدينستي والريلاتيف دينستي. قال يا دكتور الدينستي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الماس وبتعتمد على المسافات اللي بين المواد وبعضها. ليه؟ عشان دي يا دكتور هتأثر على الفوليوم. قال يا دكتور لو انت فاكر وانا فاكر كلنا كنا فاكرين ان من الاخر احنا عندنا 4 أو 5 مواضيع بنتكلم فيهم في درس الدينستي. اول حاجه العناوين والقوانين، ان الرو بيساوي ماس اوفر فوليوم، يبقى اليونت بتاعته جرام اوفر سنتيمتر كيوبيك او كيلو جرام بير متر كيوبيك او جرام لكل لتر. قلت له تمام. قال يا دكتور تعالى اكلمك بقى على نقطه معينه كان اسمها الهيدروميتر. الهيدروميتر ده يا دكتور كان بيقيس الدينستي والريلاتيف دينستي. طب يعني ايه ريلاتيف دينستي؟ يعني الكثافه النسبيه بالنسبه للميه. اجيب الدينستي بتاعت السبستانس واقسمها على الالفا بتاعت الميه يطلع لي نسبه ريشيو وزاوت يونت، واكدت عليك في حوار انها وزاوت يونت ده. حلو. قال يا دكتور طب الهيدروميتر ده كان جهاز انفيرتد سكيل مقلوب، لما يبقى هاي دينستي لو سكيل ولما يبقى لو دينستي هاي سكيل. تمام. حلو قوي الكلام ده. قال يا دكتور طب الدينستي بتاعت البيور ووتر. قال يا دكتور الدينستي بتاعت البيور ووتر كان عندنا علاقه لذيذه جدا، كانت بتقول ايه؟ ان الفوليوم والدينستي عكس بعض. ليه يا دكتور؟ قال لي يا دكتور عشان الاثنين في سايد واحد. ليه؟ قال لي يا دكتور اصل الماس بيساوي رو تايمز فوليوم، يعني الدينستي في الفوليوم، فيا دكتور لما ده يزيد ده لازم يقل، ان ده ثابت. حلو. فالحاجتين عكس بعض،
فيا دكتور اي حاجه تقلل الفوليوم تزود الدنسيتي، واي حاجه تزود الفوليوم تقلل الدنسيتي. قال يا دكتور مين اللي اكتر حاجه بتزود الفوليوم؟ قال لي التمبريتشر. كل ما التمبريتشر تزيد كل ما الفوليوم ما يزيد، فكل ما الدنسيتي تقل. وعليه لو بتحرك من الميه من درجه حراره 4 لاي لحد 100، كل ما ازود حراره كل ما الفوليوم يزيد، كل ما الدنسيتي ما تقل، فكل ما الميه لو تحت تطلع فوق. حلو قوي. طب العكس بقى لو اقل من 4، قال لي انك اكتشفت ان الميه غريبه جدا. اقل من 4 حطيت الميه في الفريزر، وفي اقل من 4 لقيت الميه الوزن بتاعها او الفوليوم بتاعها بيزيد، فالفوليوم بتاعها تحت 4 زاد، فزاد يبقى الدنسيتي قلت، فالتلج يبقى فوق والميه تبقى تحت، وساعتها في الاماكن القطبيه يشتغل كانه ثيرمال انسيليتور، عازل حراري، يعزل الايه؟ يعزل الحراره. وعليه يا شباب عايز اقول لك ان 4 سليزيوس اعلى دنسيتي تبعد عني تقل كدنسيتي، تبعد عني تقل كدنسيتي، اوصل من 4 ل 25، من 4 ل 25 الدنسيتي تقل، من 4 ل 0 الدنسيتي تقل. طب يا دكتور من 25 ل 4 او من 0 ل 4 تقرب مني الدنسيتي تزيد، انا اعلى دنسيتي، تبعد عني تقل، تبعد عني تقل. طب يقول لي يا دكتور لو انا عايز اعرف ده الدنسيتي حصل فيها ايه من 25 ل 0، تقول لي بص يا دكتور من 25 انا بقرب للاربعه الدنسيتي تزيد، طب اول ما توصل للاربعه وتروح لك للزيرو ثم تبدا تقل تاني. حلو قوي قوي الكلام ده. وقال لي ايه يا دكتور؟ ركز معايا يا دكتور، ركز معايا ركز معايا ركز معايا، ان الدنسيتي بتاعت الميه في المناطق القطبيه بتتاثر بثلاث حاجات. البريشر، كل ما البريشر ما يزيد كل ما الدنسيتي تزيد. ان البريشر لما يزيد لما اضغط الفوليوم هيقل، لما الفوليوم يقل الدنسيتي تزيد. ماشي يا دكتور. التمبريتشر، كل ما التمبريتشر تزيد كل ما الفوليوم يزيد كفوليوم، فالدنسيتي تقل. لحد 4 يحصل العكس. طب السالينيتي، كل ما السالينيتي ما تزيد كل ما الدنسيتي تزيد. خد بالك قلنا ان السالينيتي بتاعت الميه بتاعت البحر 35 مللي جرام او 35 جرام لكل لتر. حلو قوي الكلام ده. قال يا دكتور في حاجه اسمها ووتر كارنت او اوشن كارنت، بتحمل 3 حاجات، بتحمل الحراره والاملاح من التروبيكالز للبولز، من الاماكن الزحمه اللي فيها حراره اللي فيها فوتوسينثيز للبولز، والنيوترانت من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق، والفريش ووتر من الريفرز او الميلتنج سنو تو ديفرنت بودي. تبدا الدنيا تتغير حاجه في حاجه. وعايز اكد عليك ان الدنسيتي من 4 ل 0 بتبقى اقل، فالميه فالتلج يفضل فوق الميه فيشتغل كانه عازل، اشتغل كانه عازل، اشتغل كانه عازل. فده يا دكتور بيخلي الليكس في البولار ريجن بتفريز فروم ذا توب، وساعتها يا دكتور البوتوم بيفضل زي ما هو، فيحمي الكائنات منها تي سيرفايف. وخد بالك ده اكسبلين مهم جدا 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 جدا. حلو قوي 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 قوي. قال لي بقى يا دكتور طب تعالى يا دكتور نتكلم على حاجه اسمها الهيت، حاجه اسمها الايه؟ الهيت. بس قبل ما اتكلم معاك على الهيت ادي الريلاتيف دينستي، الدينستي بتاعت السبستانس بتاعت الدينستي بتاعت الووتر، واكدت لك ان هي نو يونت. انا يا دكتور عشان اكلمك على الهيت محتاج اتكلم على 3 مسميات. يعني ايه هيت؟ يعني ايه تمبريتشر؟ يعني ايه سبيسيفيك هيت؟ طب كل الكلام ده بيجمع في انهي قانون؟ كيو ثيرمال بيساوي ام سي دلتا تي، ام سي دلتا تي، ام سي دلتا تي. قال لي طب الكلام ده حلو قوي يا دكتور. قال لي يا دكتور طب تعالى افكرك هو يعني ايه انرجي اصلا؟ يعني كل جسم من جوانا عنده طاقه، طاقتين، نوعين من الطاقه، طاقه داخليه متكونه من حاجتين، حاجه اسمها كاينيتيك انرجي طاقه الحركه جوه الجسم، وحاجه اسمها بوتنشال انرجي طاقه الوضع جوه الجسم البوزيشنال. فقال يا دكتور اول حاجه، اول قانون عايزك تبقى عارفه ان احنا عندنا حاجه اسمها الانترنال انرجي، مجموع الكاينيتيك والبوتنشال انرجي. الجول بتتقاس بالجول يا دكتور. حلو. قال لي تاني حاجه يا دكتور يعني ايه هيت؟ قال لي يا دكتور تعالى نتخيل ان احنا سخنا النار على حله فيها ميه، فتقول يا دكتور الحراره دي هي ايه؟ هي مقدار الطاقه اللي اتنقلت من النار للميه عن طريق الحله. فدكتور تقول لي الثيرمال انرجي ترانسفيرد فروم تو اور ثرو ان اوبجكت، بس لازم يكون في حاجه اسمها تمبريتشر ديفرنس. يعني ايه؟ يعني لو انا حطيت ايدي على ميه بارده او على كوبايه شاي بارده هل هتلسع؟ لا. طب لو حطيتها على كوبايه شاي سخنه تقول لي لا يا دكتور ساعتها هتتلسع. ليه؟ عشان في فرق في درجه الحراره، الكوبايه سخنه بس انت ايدك بارده يا دكتور. قلت له ماشي. قال لي فلازم يكون في فرق في التمبريتشر ديفرنس. قال لي طب يا دكتور التمبريتشر ديفرنس دي ركز معايا هو يعني ايه تمبريتشر؟ قال لي يا دكتور لما بحط الترمومتر بيقرا رقم سواء بالسيليزيوس او بالكلفن. قلت له ماشي. قال لي يا دكتور بالسيليزيوس الترمومتر ده بيقرا ايه؟ قال لي يا دكتور بيقرا الحركه اللي جوه الميه.
كل ما الميه ما تتحرك اكتر كل ما يبقى في كاينيتيك انرجي اكتر، كل ما الميه السخنه تفضل تعمل بلبق 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 بلبق. كل كميه البلبقات دي مين اللي بيقراها؟ الترمومتر بيقراها على شكل ايه؟ ارتفاع في درجه الحراره. فكل ما التمبريتشر ما تزيد معناها ان الكاينيتيك انرجي بتزيد، وهكذا 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 وهكذا. فيجي يقول لك يا دكتور بعد اذنك ان السيليزيوس بيساوي الصغير بيساوي الكلفن ماينس 273 والكلفن بيساوي السيليزيوس بلس 273. عايزك تبقى عارف ان في علاقه بين التمبريتشر والكاينيتيك انرجي. كل ما الكاينيتيك انرجي تزيد كل ما كل ما التمبريتشر قصادها تزيد. كده يا دكتور احنا عرفنا حاجتين، الام كده عارفين الام اللي هو الماس، عرفنا كده الكيو سيرمال اللي هي الهيت اللي هي يا دكتور بتتقاس او السيرمال انرجي، وعرفنا يعني ايه تمبريتشر ده الفرق او الكوانتيتي ديسكريبشن ازاي الجسم سخن او بارد وتعتبر بتمثل الافريج كاينيتيك انرجي اوف موليكول. حلو قوي الكلام ده. قال لي يا دكتور عشان نكمل القانون بتاع كيو سيرمال بيساوي ام سي دلتا تي، عايز اعرفك اصلا يعني ايه تي؟ قلت لك يعني تمبريتشر. طب يعني ايه دلتا تي؟ قال لي الفرق في درجه الحراره. يعني ايه؟ يعني الميه كانت درجه حرارتها 10 بقت درجه حرارتها 50، الفرق بينهم كام؟ 50 ناقص 10. درجه الحراره كانت 10 بقت 100، الفرق قد ايه؟ نحسمه 100 ناقص 10 بيساوي 90 وهكذا. كلمه دلتا تي يا دكتور معناها تي 2 ماينس تي 1، تي 2 ماينس تي 1، تي 2 ماينس تي 1. حلو قوي الكلام ده. قال لي طب يا دكتور يعني ايه سبيسيفيك هيت؟ قال لي يعني الحراره المخصوصه. اصل انا اكتشفت ان انا لما باجي اسخن الميه بتحتاج كميه حراره مختلفه عن ان انا اسخن اللبن، بتحتاج كميه حراره بتختلف عن لو انا عايز اسخن الرز بلبن. فاكتشفت يا دكتور ان كل ماده ليها حراره مخصوصه عشان اعرف ارفع درجه حرارتها او درجة حرارة كيلو منها درجة واحدة. فسموها يا دكتور بص 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 سموها سبيسيفيك هيت، الحرارة المخصوصة. وقال لي يا دكتور احنا بنجيبها ازاي؟ قال لي يا دكتور ادي القانون كيو سيرمال ام سي دلتا تي، هي السي دي السبيسيفيك هيت. فقال لي يا دكتور السبيسيفيك هيت دي عبارة عن ايه؟ قال لي دي كيو سيرمال الاماونت اوف هيت ريكوايرد عشان ارفع 1 كيلو جرام، عشان ارفع كيلو جرام 1 درجه ستينلس او 1 درجه كلفن. وبتعتمد على ايه؟ بتعتمد على نوع الماده والفيزيكال ستيت او النقاء بتاعه الميه. مش بس كده، انا عايز افكرك ان السبيسيفيك هيت كل ماده ليها سبيسيفيك هيت ثابت ثابت ثابت، زي ما كل ماده ليها دينستي ثابته، مهما زود الحراره هتفضل السبيسيفيك هيت ثابته. يعني الحراره لو بقت دبل السبيسيفيك هيت بتفضل كونستانت. قال يا دكتور طب تعالى بقى بما ان احنا بنتكلم عن الميه، كلمنا يا دكتور على السبيسيفيك هيت اوف ووتر، وفكرني ان السبيسيفيك هيت اوف ووتر دي اعلى رقم كام؟ 4200. ليه يا دكتور؟ ديو تو الهيدروجين بوند. قال لي حلو قوي الكلام ده. فده معناه يا دكتور ان الميه بتحتاج حراره جامده جدا عشان تسخن، بتحتاج 4200 جول لكل كيلو. قلت له ماشي. قال لي يا دكتور وبتحتاج حراره جامده جدا او تحتاج وقت كتير جدا عشان تفقد الحراره اللي هي اكتسبتها. وعليه احنا لما بنيجي نعمل الاكل بنحط الميه الاول وكده بنحط عليها المكرونه. ليه؟ قلت له يا دكتور عشان المكرونه ما تتلسعش. تاخد انت الميه تبدا تسخن 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 تسخن، الميه تسخن بالراحه وتفقد الحراره من الميه للمكرونه بالراحه، فالمكرونه ما تتلسعش. على عكس اللي بيحط المكرونه على النار على طول من غير ميه، تتنقل لها الحراره بسرعه، فاول ما تتنقل الحراره المكرونه تتلسع والمكرونه تبوظ. قال لي يا دكتور الكلام ده بيفرق معايا؟ قال لي اه يا دكتور بيفرق معايا في 3 حاجات. قال لي اول حاجه يا دكتور بيخلي الجو يعني رطب وكويس في المناطق الساحليه اللي جنب البحر. قال لي ليه؟ قال لي دلوقتي يا دكتور انا الجو حر جدا، حلو، في منطقه زي احنا دلوقتي يا دكتور في الساحل اهو، ادي يا دكتور انا قاعد على البحر اهو، حلو، وادي يا دكتور البحر. قلنا يا دكتور السخونيه هتيجي، الرمله هتسخن بسرعه عشان الرمله عندها لو سبيسيفيك هيت، فدكتور الحراره تتنقل من الرمله للهواء، فالهواء يسخن فيطلع لفوق كده. دكتور الهواء طلع لفوق كده. دكتور انا اجي اخد نفسي ما اعرفش ليه الهواء مكتوم، كميه الهواء قليله. طب يا دكتور الميه ما بتسخنش بسرعه فما بتسخنش الميه اللي هنا، فالميه اللي هنا دكتور بارده، فالميه تتحرك يا دكتور من التركيز من الكتير للقليل، فحس وانا قاعد على الساحل او على البحر ان في هواء ساقع جاي لي من البحر. جاي من فين؟ جاي يا دكتور ان من الاخر الورم ووتر اللي على اللاند بدا يا دكتور يطلع فوق. ليه؟ عشان اللو دينستي. والورم ووتر حلو، والورم ووتر موفز فروم لاند توارد ذا سي. ماشي يا دكتور، لكن الكولر ووتر اتحرك من فين لفين؟
من اللاند تو ريبليس ذا وورم 1. حلو قوي الكلام ده. قال يا دكتور طب وبيفرق معايا في ايه؟ بيفرق معايا في توزيع المارين اورجانيزم. اول حاجه دكتور الكورال ريفز. كورال ريفز يا دكتور اللي هي الشعب المرجانيه بتحتاج ان يكون الهواء او يكون الميه تكون الميه دافيه. قلت له ماشي. قال لي بيفرق معايا في ايه؟ بيفرق معايا في حاجه اسمها الكولد بلادد اورجانيزم او البوكليوسيرميا. قال لي يا دكتور دي كائنات بتكتسب الحراره من البيئه المحيطه، من الميه اللي حواليها. طب الميه لو بتسخن بسرعه وبتبرد بسرعه، قال يا دكتور ده يعمل لها يبقى بالنسبه لها قاتل، فلازم الميه تبقى بتسخن بالراحه وبتفقد حرارتها بالراحه فتقدر تعيش. فيقول لي دكتور الكولد بلادد اورجانيزم زي السمك بتتاثر بالحراره زي صام الفيرتبريت وكل الانفيرتبريت، لكن ورم بلادد زينا يا دكتور من الاخر احنا جسمنا بيشع حراره، فلو حد جه من وراك اول ما يقرب منك انت هتحس بيه بايه؟ من حرارته. اخر عنوان عندنا في ليسون 3 كان بعنوان الليتنت هيت اوف فيبرايزيشن، يعني الحراره الكامنه او المستخبيه. طب يا دكتور ليه مستخبيه؟ قال لي يا دكتور عشان ما بتعملش اي فرق في الدلتا تي. يعني يا دكتور نو دلتا تي، يعني انا يا دكتور كميه الحراره الممتصه بطريقه تخلي درجه الحراره بتاعت الماده ما تزيدش. قال لي يا دكتور امتى ما تزيدش؟ قال لي لما تعدي ال 100. قال يا دكتور ان الحراره ان الميه عندها هاي ليتنت هيت، قال لي ديو تو هيدروجين بوند. قال يا دكتور دلوقتي تعالى نتخيل ان احنا عندنا ادي الميه وصلت عند درجه حراره 100، مهما اديها حراره، الحراره دي من اول ما الميه بتبدا تعمل اول ووتر فيبر، تمام، اول ما الميه تطلع اول حته بخار، الميه مهما تديها درجه حراره ما بتعلاش عن ال 100. طب الطاقه دي بتروح فين؟ الحراره دي بتروح فين؟ بتروح انها بتخلي كل الووتر ووتر فيبر. فبعد يا دكتور ما تكتسب كميه جامده من الحراره نلاقي الميه دي كلها يا دكتور ايه؟ بدات تتبخر. اهم حاجه تبقى عارفها ان نو دلتا تي، نو دلتا تي، نو دلتا تي، نو دلتا تي. قال يا دكتور طب ده كلام حلو ولذيذ وما فيهوش اي حاجه، وخليك عارف ان في كائنات كتيره جدا 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 بتفقد جزء كبير من حرارتها على شكل ايفابوريشن او شكل تبخير، زي اللي بيحصل في عمليه العرق في الانسان والحيوان، وعمليه الترانسبيريشن اللي بتحصل في البلانت عن طريق الاستوماتا جوه الليفز، فبتقلل درجه الحراره لو انت فاكر، وبترفع الميه من الروتس تو ايه؟ من الروتس للابر بورت. قال لي حلو قوي الكلام ده يا دكتور، كلام لذيذ وما فيهوش اي حاجه. كده احنا خلصنا 3 دروس من مجموع ال 14 درس، بس كان فيهم الدرس الثالث اللي هو اتقل درس فيهم. قال يا دكتور تعالى بقى نبدا نتسلى على الدرس الرابع، خفيف ما فيهوش حاجه، الخامس تقيل شويه، وكده نبدا ننقص درس سهل ودرس صعب بحيث انها تبقى مراجعه حلوه جدا 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 جدا. قال لي يلا يا دكتور. قال لي اول درس الرابع عندنا حاجه اسمها السوليوشنز. والسوليوشن يا قلبي يعني ايه سوليوشن؟ قال لي يعني هوموجينس. يعني ايه هوموجينس؟ يعني متجانس. يعني ايه متجانس؟ يعني ما ينفعش تجيب لي الميه والرمله. ليه؟ اصل الرمله ما دابتش في الميه، لازم يكونوا دايبين في بعض، ولازم يكونوا يا دكتور متكونين من سولفنت مذيب والسوليوت ايه؟ مذاب. المذاب ده اللي هو السوليوت ده زي السولت، حلو، والسولفنت ده اللي هو الووتر اللي بيتقاس بالايه؟ بالفوليوم. والسولفنت ده اللي كميته كبيره، والسوليوت ده اللي كميته قليله، وعلى بعض يعملوا حاجه اسمها سوليوشن. طب تعريف الكونسنتريشن والتركيز، كميه السوليوت في كميه السولفنت، وبتتقاس يا دكتور بمقام قد ايه؟ بالجرام لكل لتر مثلا. حلو قوي الكلام ده. وعايز اكد عليك ان كل ما الكونسنتريشن ما يزيد كل ما الدنسيتي ما تزيد. قال يا دكتور بعد كده دخلنا في خصائص اسمها الكولكتيف بروبرتيز اوف سوليوشن. يعني ايه كلمه كولكتيف؟ يعني جمعيه. يعني ايه جمعيه يا دكتور؟ يعني بتعتمد على النمبر اوف سوليوت، مش التايب، النمبر. كل ما عدد الايونز ما يزيد كل ما تبقى الطاقه اكتر. قال يا دكتور لو انت فاكر وانا فاكر ان احنا كان عندنا البيور ووتر والسوليوشن. البيور ووتر كان اتراكشن فورس فيه 2، والسوليوشن كان الاتراكشن فورس فيه 3. كانت الثالثه دي بسبب ايه؟ بسبب الاتراكشن فورس بين السوليوت والسولفنت. فدكتور الميه كانت الاسهل، البيور ووتر كانت الاسهل في التسخين والاسهل في التبخير انها تعمل بخار، فكل ما البخار ما يزيد كل ما يعمل ضغط اكتر، دي اول حاجه. وكانت الاسهل في الغليان، فالسوليوشن اصعب في الغليان فبيحتاج طاقه اكتر في الغليان، فبيحتاج بويلنج بوينت اعلى. وكانت يا دكتور البيور ووتر اسهل في التبريد، في الفريزنج بوينت. فلاقي يا دكتور انا ببرد الميه بسهوله بيور ووتر، وببرد السوليوشن بصعوبه.
فلاقي درجه التبريد في السوليوشن اقل، -5 مثلا. واخر حاجه يا دكتور، الضغط اللي بيسببه الملح على الميه في البيور ووتر يعتبر منعدم، لكن الاوزموتيك بريشر في السوليوشن بيكون تو ذا توب او اعلى حاجه. قال لي يا دكتور تعالى اكلمك على الفور بروبرتيز: الفيبر بريشر، البويلينج بوينت، الفريزنج بوينت، الاوزموتيك بريشر. قال يا دكتور عشان ما نتعبش مع بعض، قال لي اول حاجه الفيبر بريشر. البريشر يا دكتور ده الضغط اللي بيسببه البخار على الميه. يعني يا دكتور كل ما البخار ما يزيد كل ما يعمل ضغط اكتر. طب يا دكتور مين كان بيعمل بخار اكتر؟ هتقول لي البيور ووتر. ليه يا دكتور؟ علشان يا دكتور بيتبخر بسهوله، بتغلب على قوتين. فيا دكتور الاتراكشن فورس اونلي بتوين الووتر ديو تو الهيدروجين بوند. قلت له ماشي. نمبر اوف ووتر موليكيولز بيبقى كان ايفابوريت بتكون عاليه، فالفيبر بريشر بتاعنا بيكون عالي. قال لي بقى يا دكتور لكن السوليوشن عندي نوعين من الطاقه، هو كان في طاقه كمان اسمها طاقه اوف سيميلاريتي، يعني الاثنين شبه بعض. قال يا دكتور السوليوشن بقى الاتراكشن فورس في السوليوشن بتوين الهيدروجين بوند دي واحده، وبتوين السوليوت والسولفنت دي واحده، فبقت يا دكتور الاتراكشن فورس هنا 3 او اعلى. فدكتور يقول لي الاتراكشن فورس بتاعت السوليوشن اعلى من الاتراكشن فورس بتاعت البروبرتيز بتاعت البيور ووتر، فده يا دكتور كان بيخلي كميه البخار اقل، فطالما كميه البخار اقل تعمل ضغط اقل، وعليه يا دكتور السوليوشن بيعمل ديكريز الفيبر بريشر، تلاقي الفيبر بريشر معمول له سهم لتحت. قال لي يا دكتور طب البويلنج بوينت والفريزنج بوينت مش عايزك تعرف غير حاجه واحده بس، ان هو بيعلي العالي ويوطي الواطي. السوليوشن يعلي البويلنج بوينت ويقلل الفريزنج بوينت، يعلي البويلنج بوينت ويقلل فريزنج بوينت. طب والاوزموتيك بريشر؟ الاوزموتيك بريشر يا دكتور ده الضغط اللي بيسببه الملح على الميه، فالبيور ووتر مفيش ملح، فده مفيش ملح يبقى مفيش ضغط باوزموتيك بريشر. لكن السوليوشن يا دكتور كل ما يزيد تركيز السوليوشن كل ما يزيد النمبر اوف سوليوت كل ما تزيد الاوزموتيك بريشر. قال يا دكتور الخلاصه في اللصه، تعالى يا دكتور الخلاصه في الجرافات بقى، ان العلاقه بين الاماونت اوف سوليوت والفيبر بريشر انفرس. ليه انفرس يا دكتور؟ ليه انفرس يا دكتور؟ علشان كل ما الاماونت اوف سوليوت بتزيد كل ما الفيبر بريشر بيقل. قال لي طب يا دكتور وبالنسبه للتمبريتشر؟ قال لي كل ما التمبريتشر ما تزيد كل ما الفيبر هيزيد، فالبخار هيزيد، فالضغط اللي هيسببه هيبقى اعلى واعلى واعلى. فالعلاقه بين التمبريتشر والفيبر بريشر طبعا هتكون دايركت. البويلنج بوينت والاتيتيود كل ما بطلع لفوق كل ما الاتموسفيريك بريشر بيقل، فبيبقى سهل عليا جدا ان انا اوصل لنقطه البويلنج، فالعلاقه هنا انفرس. لكن الاماونت اوف سوليوت كده كده كل ما ده ما يزيد ده ما هيزيد. والفريزنج بوينت قلت لك يعلي العالي ويوطي الواطي، كل ما الاماونت اوف سوليوت تزيد كل ما الفريزنج بوينت بتاعتنا بتقل. واخر حاجه يا دكتور الاوزموتيك الاماونت اوف سوليوت والاوزموتيك بريشر، كل ما كميه السوليوت تزيد كل ما الاوزموتيك بريشر بيزيد. وكان في هنا مساحه كده صغيره في الاول عشان اصلا بيبقى في الاول البيور ووتر نسبه السوليوت بتكون يعتبر معدمه. تعتبر ايه يا شباب؟ معدمه. قال يا دكتور طب احنا عندنا ايه تاني؟ قال لي يا دكتور يلا نشرح الدرس الخامس. كان ايه الدرس الخامس بتاعنا؟ لو انت فاكر كان بتاع السيل ستراكشر، كان جزء بيولوجي، وبعد كده كان الجزء بتاع الادابتيشن برضو جزء بيولوجي. نخلص الجزئين دول بحيث ان احنا خلصنا تبقى مخلصين الورقه الثانيه. قال يا دكتور تعالى نبدا بالسيل ستراكشر. لو انت فاكر ان السيل ستراكشر كان فيه شويه حاجات كده في الاول، كان حاجه اسمها ايكاريوتيك وانا عندي شويه حاجات اسمها بروكاريوتيك. البروكاريوتيك دي يا دكتور كانت اوليات النواه، يونيسيلولار اورجانيزم. حلو يا دكتور، وخليك عارف ان هي دي الكائنات البدائيه. الاوضه اللي فوق السطح يا دكتور، الاوضه اللي فوق السطح يا دكتور بابا ما عندوش اوضه لوحده، فما عندوش باب الاوضه، فنو نيوكليار ممبرين. قال لي زي مين يا دكتور؟ قال لي زي البكتيريا. وخد بالك السؤال ده حته مهمه جدا، البكتيريا السيل وول بتاعها فيه بيبتايدوجلايكان، ده اللي بيديها الشكل وبيديها القوه. قلت له ماشي، كلام سهل وما فيهوش اي مشكله. قال لي تاني حاجه يا دكتور كان عندي حاجه اسمها الايكاريوتيك اللي هي حقيقيات النواه، ممكن تبقى يوني سيلر وممكن تبقى مالتي سيلر. ودي يا دكتور بيبقى الجيناتيك ماتيريال حواليها نيوكليار ممبرين مكونين اوضه بابا اللي هي النيوكليوس. قلت له ماشي. قال لي دكتور في ميتوكوندريا وفي بلاستيد، وبتتقسم الايكاريوتيك لاربع ممالك. حلو قوي، عايز اعرفك ان هي بتتقسم لاربع ممالك، وكل مملكه من دول لو هي كامله متكامله، يعني ان السيل كامله بيبقى فيها الاشكال دي او بيبقى فيها السيل ستراكشر ده.
فقال لي يا دكتور طب تعالى نتكلم الاول على الاربع ممالك. قال لي ايه هم الاربع ممالك؟ قال لي اربعه. قال لي اول حاجه البروتيستا. يعني ايه بروتيستا؟ يعني البدائيات. ودايما يا دكتور بدايات هيبقى معظمها يوني سيلر وقليل منها مالتي سيلر، منطقي. قال لي يا دكتور اوفن اكواتيك. ودايما يا دكتور بدائيات هتبقى بدائيات نبات وبدائيات حيوان. قال يا دكتور بدائيات النبات لازم تبقى اوتوتروف زي الجولدن الجوي. طب والهيتيروتروف؟ بدايات الحيوان زي البروتوزو. حلو قوي الكلام ده. قال لي تاني حاجه يا دكتور الفنجاي، بدات اتطور شويه، دي اول واحده. تاني واحده يا دكتور الفنجاي، فيبقى يا دكتور المعظم مالتي سيلر وقليل يوني سيلر زي اليست. طب يا دكتور المالتي سيلر بحرف الام كان المولدز، كان المشروم. ودكتور ده فنجاي فطر زي الفطريات اللي بتاذينا، فدي يا دكتور هيتيروتروف. والسيل بتول بتاعها بيجي بيبقى يكون فيه كيوتين، وخد بالك مهمه قوي دي بتيجي كتير. حلو قوي. قال يا دكتور ثم بلانتي ثم انيماليا. قال يا دكتور البلانت دي معظمها او كلها مالتي سيلر واوتوتروف، وعندها سيل وول بيتكون من سيلولوز، وعندها حاجه اسمها بلاستيد، وكل الكلام ده كله ونو ابيليتي تو موف. واوتوتروف يعني بتعمل فوتوسينثيز. قلت له ماشي. قال لي بقى يا دكتور الانيماليا كلها مالتي سيلر، كلها هيتيروتروف، ما عندهاش سيل وول، ده كلام منطقي، وديفايدد لانتو فيرتبريت وان فيرتبريت، فيرتبريت وان فيرتبريت. قال لي بعد كده يا دكتور بقى نتكلم على السيل ستراكشر. السيل ستراكشر هم يا دكتور 8. انا لو انت فاكر قلتهم لك، مقسمتهم لك يعني لثلاثه، اخر واحده متقسمه حاجتين. اول واحده يا دكتور حاجه اسمها السيل كفرنج. السيل كفرنج ده اللي هو مين؟ السيل وول والسيل ممبرين. السيل وول ده مش موجود في الانيمال، موجود في البلانت، موجود في الفنجاي، موجود في البكتيريا. الهدف يا دكتور اي كفر في الدنيا بيدي شيب وبيحمي الموبايل. قلت لي ماشي. وبيتكون من ماده اسمها سيلولوز. قلت له ماشي. قال يا دكتور تاني حاجه عندي حاجه اسمها بلازما ممبرين او سيل ممبرين. الاثنين ليهم الاثنين ليهم اسمين لنفس الحاجه، اللي هو اللي بيحوط. وقال لي ده دكتور ده البواب اللي بيختار مين يعدي ومين ما يعديش. فعنده حاجه اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي، بيختار مين يعدي ومين ما يعديش، وموجود في اول سيلز. السيل ممبرين والبلازما ممبرين هم اللي موجودين في كل الخلايا. هم ومين؟ هم والجيناتيك ماتيريال. ماشي يا دكتور. قال لي يا دكتور النيوكليس اللي هي الجيناتيك ماتيريال، وبتبقى سنترال في الانيمال. السيتوبلازم موجود برضو زي السيل ممبرين في الاول سيلز. ده يا دكتور معظمه ووتر. طب يا دكتور تعالى بقى نتكلم. الكلوروبلاست موجوده في النبات وده اللي بيديله اللون، ودي يا دكتور بلانت اونلي، وفيها الكلوروفيل. الفاكيولا دكتور دي اللي بتستور الفود وبتستور الميه وبتكون سنترال في البلانت او ميد في البلانت. الميتوكوندريا دكتور دي الانرجي برودكشن، والاندوبلازميك ريتيكولم دي بتاعت الترانسبورتيشن وبتكون ميمبرينس. حلو قوي 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 الكلام ده. قال لي طب يا دكتور عندنا ايه تاني؟ نبدا نخش يا دكتور بقى في الميتابوليزم والووتر. قال لي يا دكتور تعالى نتكلم عن الووتر. الووتر يا دكتور كان ليه 3 فوائد او 4 فوائد مهمين جدا. وخد بالك قلت لك السؤال ده من الاسئله المهمه اللي ممكن تيجي ريتن. قال لي ايه يا دكتور ال4 فوائد؟ قال لي يا عم تعالى افكرك بيهم. تعالى يا عم نكتب كده. قال له ووتر كان اول حاجه يا دكتور كان جنرال او يونيفرسال ديزولفنت، فيخلينا نعمل الكيميكال رياكشنز. ماشي. تاني حاجه يا دكتور كان بيخش في السيتوبلازم فورميشن. تالت حاجه يا دكتور كان بيمينتين التمبريتشر او بيمينتين الانترنال تمبريتشر.
وبيمنتين الانترنال بالانس. حلو السؤال ده، سؤال من الاسئله الايه؟ الاسئله المهمه جدا 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 جدا. قال يا دكتور تعالى بقى نتكلمك وافكرك بشويه حاجات عن الووتر والميتابوليزم. قال يا دكتور الميتابوليزم متقسم حاجتين. الميتابوليزم ده معناه التمثيل الغذائي، يعني هعمل ايه بالاكل؟ فانا باكل عشان حاجتين، يا اما اكبر يا اما احرق الاكل واعمل طاقه عشان اعرف اجري. حلو قوي الكلام ده. قال لي كاتابوليزم، تكسير بحرف الكاف، بكسر الموليكولز عشان احصل على الانرجي. طب الانابوليزم، قال لي يا دكتور كنت باخد الانرجي بلس سمبل موليكولز عشان اعمل يا دكتور كومبلكس موليكولز. طب يا دكتور الانابوليزم عامل زي ايه؟ عامل زي البروتين سينسز، عامل زي الفوتوسينسز. طب الكاتابوليزم كان عامل ازاي؟ كان عامل زي الريسبيريشن. حلو قوي. قال لي الميتابوليزم دي عباره عن كيميكال رياكشنز، كانت بتحتاج طاقه عاليه جدا. عشان اقلل الطاقه واخلي التفاعلات تحصل جوه الجسم بطاقه قليله كنت لازم اجيب واسطه. ايه هي الواسطه؟ ايه هي الواسطه؟ الانزيمز. قال يا دكتور الانزيمز دي عباره عن ايه؟ عباره عن سبيشال كاتاليست، محفز او مسرع، بيسرع التفاعل الكيميائي. اهم حاجه عايزك تبقى عارف ان هو تكوينه من البروتينز. بس يا دكتور كان بيحتاج ظروف عشان يشتغل بكفاءه. واسطه يا دكتور لازم تظبط لها الدنيا. قال لي يا دكتور التمبريتشر تبقى مناسبه، الاوبتيمال بي اتش تبقى مظبوطه، اكل فول بقوطه واكل لوحدي، تظبطوا لي الدنيا عشان هشتغل لكم كواسطه كويس. قال لي يا دكتور الواسطه دي كان الانزيم كان بيبقى فيها مكان اسمه اكتيف سايت، يعني المكان بتاع الشغل، يمسك فيها دكتور الماده بتاعت التفاعلات، يبدا يشيلها ويحركها ويبدا يظبط دنيته. قال يا دكتور الاكتيفيشن انرجي، طاقه التفعيل، الفلوس اللي بدفعها او الشروط اللي انا لازم تتحقق عشان اي كيميكال رياكشن يحصل، الشروط دي يا دكتور لاجل الواسطه بتنزل، لاجل الواسطه نهاوت فيها، فطاقه التفعيل والفلوس اللي انا بحتاجها في وقت الواسطه بتكون اقل من ما بتكون الانزيم موجود. فانا اقول لك هنا الاكتيفيشن انرجي في غياب الانزيمز بتبقى اعلى من الاكتيفيشن انرجي في وجود الانزيم. والكيرف بتاعنا بتاع البي اتش والتمبريتشر بيبقى عامل كده. اعلى رقم ده يا دكتور بتاع الاوبتيمال تمبريتشر او الاوبتيمال بي اتش. وبكده يا شباب نبقى خلصنا ليسون 5. كده خلصنا 5 من ال 14. نخش بقى على ليسون 6. وليسون 6 ده كان بعنوان الادابتيشن. بعنوان ايه يا شباب؟ الادابتيشن. يعني ايه يا دكتور ادابتيشن؟ يعني تاقلم. كان عندنا كام نوع من التاقلم؟ كان عندنا 3 انواع من التاقلم. كان عندي يا دكتور ستراكشرال ادابتيشن، بيهيفير ادابتيشن، وفسيولوجيكال ادابتيشن. قال يا دكتور تعالى اكلمك على الاستراكشر ادابتيشن، يعني ان انا هغير من شكلي. كان ليه كام شكل؟ كان ليه 3 حاجات. جنرال لكل انواع السمك، للديب فيش اللي عايشه في الاعماق، وللدولفين. قال لي حلو قوي الكلام ده. قال لي تاني حاجه البيهيفير اللي هي الويل كساوند والسلمون كميجريشن. واخر حاجه دكتور الفيزيولوجيكال ادابتيشن كانت حاجات بسيطه وكانت حاجات بتعتمد على الاوزموزس. قال يا دكتور تعالى نتكلم على الجنرال اللي موجود في كل السمك. قال يا دكتور اول حاجه يكون عندها جلز مكان اللنج. ليه؟ عشان تعمل اكستراكت للديزولفد اكسجين من الميه. تاني حاجه يا دكتور يبقى عندها فينز، ده عضو الحركه عندها مكان الرجول. حلو قوي. تالت حاجه يبقى عندها ستريمد لاين بادي، جسمها يبقى انسيابي عشان تقلل الووتر ريزيستنس، وسع زي ما انا قلت لك بالظبط كده. والسكيلز والميوكس علشان تقلل برضو الووتر ريزيستنس. والبوني فيش يا دكتور بيكون عندها حاجه اسمها سويم بلادر عشان اوريدي العظم بيبقى تقيل شويه فبيخلي السمكه تغرق. فانا دكتور جايب عوامه بط حطيتها جوه جسمي، اول ما املاها الفوليوم يزيد فالدنس تقل فاطلع لفوق، عايز انزل لتحت اروح مفضي الفوليوم فالفوليوم يقل فالدنس تزيد فانزل لتحت. دي كده يا دكتور اول نوع، ده كان الجنرال. قال لي طب الايس فيش اللي عايشه في الاعماق عند اعماق عاليه جدا. قال لي دكتور كل ما الاعماق ما بتزيد كل ما الضغط ما بيزيد، فبدل ما السمكه تبقى فيها هواء ممكن يفرقع خليت السمكه مبططه، فبيقول يا دكتور كومبريسد بادي عشان تستحمل الهاي بريشر. قلت له ماشي. قال لي تاني حاجه يا دكتور، قال لي لازم تبقى في الدنيا الضلمه قوي دي تبقى عيون واسعه. قلت لك لما يبقى الضوء عالي بغمي عينيا من كتر الضوء، ولما يبقى الضوء قليل بفتح عيني من كتر الضوء علشان من قله الضوء علشان احاول اجمع اكبر قدر من الضوء. اخر حاجه بقى دكتور الدولفينز. الدولفينز دي دكتور عباره عن ماملز، واي ماملز في الدنيا فيها مشكله ان هي بتتنفس باللونجز. فانا اول حاجه يا دكتور اول حاجه لازم احل المشكله دي. فعملت ايه؟ قال لي يا دكتور خليت السمكه تاخد الهواء من الهواء، الاكسجين من الهواء مش من الميه. فعملت بريسنج اوبننج او سنوركلز او بلو هولز علشان اعرف اتنفس الهواء. تاني حاجه بما اني عايش في البحر فلازم اعيش بقوانين البحر. ايه قوانين البحر؟
لازم يبقى ستريم لاين بادي، ولازم يبقى فينز علشان اقدر اتحرك. حلو قوي الكلام ده. قال لي طب وبعد كده يا دكتور، قال لي نخش على الانواع بتاعه الادابتيشن الثانيه اللي هو البيهيفير. بيهيفير يا دكتور غيرت في الاكشن او البيهيفير غيرت في التصرفات. انا يا دكتور التغير في التصرفات يا اما عندي ويلز يا اما عندي فيش ميجريشن. الويلز دي يا دكتور، الويلز بتطلع ساوند عشان تقدر تكوميونيكيت وايه وتعرف تصطاد الفرايس بتاعتها. وقلت لك انت لو سمعت صوت الحوت تعرف ان ده اخر صوت انت هتسمعه، عشان ده معناه ان هم بيتواصلوا علشان واخدينك كفريسه. تاني حاجه بقى يا دكتور الفيش ميجريشن. يعني ايه فيش ميجريشن؟ هجره السمك من المكان الصعب للمكان السهل، والمكان السهل للمكان الصعب لو انا عايز ابقى انشف شويه، زي علاقه السلمون ميجريشن وعلاقه مصر وكندا. انا لما اتولد اخلف ابني فين؟ اخلف ابني في كندا في الفريش ووتر عشان تبقى الظروف سهله وبسيطه، ثم بعد كده لما ابقى ادلت وابقى اقوى اوديه مصر عشان ينشف ويبقى راجل كده، وبعد كده لما يحب يتكاثر ويبقى وصل للادلت او السيكشوال ماتيوريشن ارجع اخليه يخلف ابنه في كندا اللي هي في الفريش ووتر. وادي يا دكتور الرسمه بتاعتنا اللذيذه الجميله. بادئين يا دكتور انا كل ده يا دكتور في الريفرز، الايجز والالفيانز كل دول يا دكتور حاجات صغيره. واول يا دكتور ما ابقى كبرت ابقى عندي سمولتيفيكيشن، ابدا يا دكتور اروح للاوشن ادلت وابدا اكبر لحد ما ابدا يا دكتور اخلف كده واحس ان انا اقدر اخلف. ارجع اخلفه فين؟ ارجع ساعتها يا دكتور اخلفه في الفريش ووتر. قلت له تمام. قال لي طب يا دكتور وبالنسبه للفسيولوجيكال ادابتيشن؟ قال لي يا دكتور هغير من الطريقه اللي انا بعمل بيها الفانكشن بتاعتي. قلت له ازاي؟ قال لي تعالى اديك مثال. انا كنت بستخدم الاكسجين الكتير عشان اعمل ريسبيريشن كتير، فاعمل ميتابوليزم كتير عشان عندي حركه جامده جدا. طب قال لي يا دكتور لو مفيش اكسجين كتير؟ قلت له يا دكتور هتخلي الريسبيريشن قليل فالميتابوليزم يبقى قليل. فانا دلوقتي يا دكتور لو انا وصلت في منطقه ديب اوشن فيش هعمل ايه؟ قال لي يا دكتور هقلل الميتابوليزم بتاعي. ليه؟ انا يا دكتور لما بقلل الميتابوليزم بتاعي ما بحتاجش اكسجين كتير فالدنيا بتمشي. قال لي تاني حاجه يا دكتور عندي مشكلتين، مشكله البلاد بريشر، الهواء الضغط اللي جاي من بره والضغط اللي من جوه. فقال لي يا دكتور لو الضغط زاد من بره اكتر من جوه، قال لي يا دكتور هنفرقع، لو جوه اكتر من بره قال لي برده هفرقع. فلازم يا دكتور ادجست الاثنين مع بعض، اللي جوه قد اللي بره. فبعمل ايه يا دكتور؟ بعمل ادجست للبلاد بريشر تو سراوندنج بريشر بحيث ان الاثنين يبقوا قد بعض. قال لي طب يا دكتور والضغط اللي بيضغط على الخليه؟ قال لي يا دكتور اعمل ايه؟ قال لي ازود جسمي بسترونج ارتريز اند فينز. وخد بالك السترونج ارتريز واند فين دي تعتبر ستراكشرال ادابتيشن. قال لي طب يا دكتور اكوردنج للاوزموزس بقى. قال لي اكوردنج للاوزموزس يعني ايه اوزموزس؟ يعني الميه بتتحرك من اللي تركيزه قليل للي تركيزه عالي، من اللو للهاي. قلت له ماشي. قال لي يا دكتور مين اللو ومين الهاي؟ قال لي على حسب نوع الميه. لو انا فريش ووتر يبقى الميه هي اللي لو، فالميه تتحرك من الميه للسمك. حلو قوي. طب لو انا سولتي ووتر هيبقى الميه هي اللي هاي، فالميه تتحرك من السمك للميه، والميه والسمك هيجي لها جفاف. فقال لي يا دكتور تعالى نحل مشكله. قال لي اول مشكله يا دكتور الاوزموتيك بريشر بيكون عالي جوه السمكه، فالميه تتحرك من فين لفين؟ من الميه للسمكه، فالسمكه عايزه تتخلص من الميه الزياده. فقال يا دكتور لو انا خليه بسيطه يوني سيلر هجيب حاجه اسمها كونتراكتايل فاكيول في الاول خالص في السيل. طب يا دكتور لو انا مالتي سيلر، لو انا فيش يا دكتور هيبقى عندي كدني تخلصني من الميه الزياده. قلت له ماشي. قال لي تاني حاجه يا دكتور السولت ووتر اورجانيزم. يعني ايه السولت ووتر اورجانيزم؟ قال يا دكتور يعني الميه او الكائنات في المناطق المالحه. يا دكتور الاوزموتيك بريشر فين؟ قال لي الاوزموتيك بريشر يا دكتور في الميه عالي وفي الفيش قليل، فالميه يا دكتور هتتسحب من الفيش للميه فهيجي لها جفاف. عشان تعوض الجفاف اشرب ميه كتير. فبيقول لي يا دكتور اعمل ايه يا دكتور؟ اعمل اول حاجه يا دكتور swallow large amount of water. يا دكتور انا لما شربت من البحر كان عليا ايه؟ كان عندي يا دكتور ميه زياده، سكر زياده، فزودت كميه كان ملح زياده ولا ايه؟ فلازم اتخلص من الملح الزياده عن طريق الكدني وسبيشال سيلز اوف جيلز. لكن لو انا شارك، قال لي يا دكتور الشارك بيحافظ على تركيز الملح الكبير جوه جسمه عن طريق انه بيحتفظ بكميه كبيره من اليوريا، واليورين بتاعه بيبقى كونسنتريتد يورين. حلو قوي الكلام ده. وبكده يا شباب نبقى خلصنا الدرس السادس. يلا يا شباب بقى نخش على الدرس السابع. الدرس السابع والثامن درسين سهلين جدا كانوا يا دكتور بعناوين الجازس. والدرس الثامن بتاع الايه؟
بتاع السولار راديشن. قال لي دكتور تعالى نبص على الدرس السابع، والدرس السابع ده كان بتاع التركيز بتاع او السولابيليتي بتاعت الاتموسفيريك جازز اللي هي كانت الاكسجين والايه والكربون دايوكسيد. قال يا دكتور الاكسجين ده بتاع الريسبيريشن والكربون دايوكسيد ده بتاع الفوتو سينثيز. المصدر السورس بتاعهم الاساسي فين؟ قال يا دكتور المصدر الاساسي اتموسفيريك اير، هيبقى اتموسفيريك جازز هيبقى جاي من الاتموسفير. فقال لي يا دكتور اول حاجه احنا هنا بنتكلم على اقسمهم لي يا دكتور نصين، جزء اكسجين وجزء ايه كربون دايوكسيد. قال لي حلو قوي الكلام ده. قال لي يا دكتور قال لي تعالى يا دكتور نبص على الاكسجين. الاكسجين يا دكتور على يميننا اهو السورس بتاعه الاساسي بتاعه الاتموسفير، ثم الفوتوسينثيز بتاعت الكائنات. الامبورتنس بتاعتنا كان يا دكتور الريسبيريشن. عن طريق ان انا يعني ايه ريسبيريشن؟ يعني بعمل اوكسيديشن للجلوكوز ديورنج الايه سيلر ريسبيريشن. قلت له ماشي. قال لي بقى يا دكتور لكن الكربون دايوكسيد اللي هو ده، قال دكتور الكربون دايوكسيد المين بتاعه الاتموسفير. تاني حاجه يا دكتور الريسبيريشن بتاع الاكواتيك اورجانيزم، بيبداوا يتنفسوا فبياخدوا اكسجين ويطلعوا كربون دايوكسيد. والهيومن اكتيفيتي. قال يا دكتور الامبورتنس بتاعتي ايه؟ قال لي بعمل فوتوسينثيز، فلما اعمل فوتوسينثيز يطلع لي دكتور O2 نتنفسوه وجلوكوز، فهو دلوقتي الدكتور بيخش في تكوين الايه الجلوكوز. قلت له ماشي. وقال لي يا دكتور الاكواتيك اورجانيزم بتحصل على الكربون دايوكسيد عن طريق ثرو ديفيوجن بالانتقال. قلت له ماشي، كلام عبيط قوي وكلام سهل وما فيهوش اي مشكله. قال يا دكتور طب بعد اذنك كلمني عن الايه يعني ايه اللي هيحصل لما الاكسجين يزيد. اول ما الاكسجين ما يزيد يا قلبي الريسبيريشن يزيد فالميتابوليزم يزيد، فلما الميتابوليزم يزيد الانابوليزم يزيد فاكبر، فالكاتابوليزم يزيد فيبقى عندي طاقه فيزيد الاكتيفيتي، فيفضل الايه المجتمع انهانس او مينتين ايكو سيستم بالانسد. قلت له ماشي. قال لي يا دكتور وخليك عارف برضو ان الاكسجين بيزيد والكربون دايوكسيد بيزيدوا على حس حاجه اسمها الويفز والاوشن كارنت. ليه؟ بيعملوا حاجه اسمها جاز اكستشينج او O2 اكستشينج. قلت له تمام. قال لي طب يا دكتور بالنسبه للكربون دايوكسيد، قال لي الكربون دايوكسيد لو زاد يعمل لي مشاكل ولو قل يعمل لي مشاكل. قال لي يا دكتور طب هو لو زاد الكربون دايوكسيد، قال لي يا دكتور ركز معايا. قال لي يا دكتور هيزيد حاجه اسمها الفوتوسينثيز، فدكتور هيمباكت على الفود تشين. الفود تشين هتبقى اقوى. ليه؟ ان في اكل كتير، في فود افيلابيلتي، فتبدا الدنيا تتظبط. قال لي طب ركز معايا عشان احنا عندنا في كل واحده هنا في حتايه. طب بس انا خد بالك انا مقسمها عناوين، لو الكربون دايوكسيد زاد ولو الكربون دايوكسيد قل. قال لي لو الكربون دايوكسيد قل دي هتبقى ديكريز الفوتوسينثيز، فلما الفوتوسينثيز تقل هينعكس ان البروديوسر هيقلوا، فدول اللي كانوا بيطلعوا جلوكوز ويدوا طاقه، فالفود تشين هتتاثر. طب يا دكتور لما كان الكربون دايوكسيد بيزيد كان بيعمل اسيديفيكيشن، طب لما يقل يعمل الكالوزيس. لكن يا دكتور بقى لما الكربون دايوكسيد بيزيد، قال لي يا دكتور لما الكربون دايوكسيد بيزيد تقول يا دكتور ادي CO2 زائد ميه يعمل لي H2CO3، فبيزيد يا دكتور مين؟ الكربونيك اسيد، فيحصل اسيديفيكيشن. ولما الكربون دايوكسيد يزيد الاكسجين يقل فيقل الريسبيريشن وتقل عمليه حاجه اسمها الكالسيفيكيشن. واحكي لك المعادله بتاعت الكالسيفيكيشن كان CaCO3 زائد H2O زائد CO2 يديك يا دكتور CaHCO3 باي 2. ده يا دكتور كان ما بيدوبش في الميه فكان بيترسب، ده يا دكتور بيدوب في الميه فما يترسبش فبيقل الكالسيفيكيشن. حلو قوي الكلام ده. وقال يا دكتور طب الكالسيفيكيشن ده مفيد عندي في ايه؟ قال لي الكالسيفيكيشن لو السمك من النوع الاكسترنال سبورت يعني بياخد دعامته من بره، زي مين؟ زي الجمبري، زي الكورالز، زي المولاسكس، زي الاكتينوديرمز، كل الحاجات دي يا دكتور بتتاثر ازاي؟ بيقل الكالسيفيكيشن بتاعهم فبيبقوا اضعف. حلو قوي الكلام ده. وقلت لك ان الكربون دايوكسيد الزياده بيحول الانسولوبل اللي كان بيترسب على الشريمبس وعلى الكورالز والكلام ده كله لكالسيوم باي كربونات سولوبل، فساعتها يا دكتور هيقل الكالسيفيكيشن وده يا دكتور هيؤثر او هيعيق بناء السكيلتون بتاعته. قال لي طب يا دكتور لو انترنال سبورت زي السمك، يعني ايه انترنال سبورت؟ يعني الدعامه بتاعته من جوه، يعني عنده هيكل عظمي، زي انت لما بتاكل السمك كده بعد اللحم بتلاقي عظم او بتلاقي شوك. قال يا دكتور ده بيعتمد على ايه؟ على حاجتين بحرف البي، كالسيوم فوسفيت بحرف البي والبروتين كولاجين
سي بي وايه وبي سي عشان ما تنساش. قال يا دكتور زي البوني فيش زي التاليبيا والمارين مامل زي الدولفينز والويلز، وكل ما يزيد الكربون دايوكسيد بيعمل بالانس، بيأثر على البالانس ان فيش بادي، وده يا دكتور بيأثر على الويك، بيقلل بيعمل ويكن للايه للجروس بتاعهم. قال لي حلو قوي الكلام ده. ليه؟ طبعا انت عارف ليه، ان الكالسيوم لما بيزيد بيقل الكالسيفيكيشن، لما بيقل الكالسيفيكيشن كل ده بيتأثر. قال لي عندي ايه تاني بقى يا دكتور؟ عندي معلومه مهمه جدا. ايه هي المعلومه المهمه جدا؟ السولابيليتي، الذوبان. في الاير يا دكتور الاكسجين اكتر من الكربون دايوكسيد 500 مره. طب والووتر؟ الووتر اكتر من الكربون دايوكسيد 50 مره. في السي ووتر الذوبان بيقل من 20 ل 30. يعني الفريش ووتر يبقى 100، السولت ووتر يبقى 75. والتمبريتشر ده كل ما التمبريتشر ما تزيد كل ما السولابيليتي بتاعتي بتقل. قلت له ماشي، بس مين بيتاثر اكتر؟ قال لي الكربون دايوكسيد. ليه؟ ان الكربون دايوكسيد بيدوب اكتر، فطبيعي لما ادوب اكتر وانت تمنع عني الذوبان اللي بيدوب اكتر يتاثر اكتر. حلو قوي 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 الكلام ده. وبكده يا شباب نبقى شطبنا الدرس الايه؟ شطبنا الدرس السادس تقريبا. شطبنا الدرس السادس. نخش بقى على الدرس السادس ولا السابع؟ ده السابع. السادس كان الادابتيشن. خلصنا الدرس السابع من 14. خلصنا نص المراجعه. بس نص المراجعه احنا كده بقالنا قد ايه تقريبا؟ داخلين في ساعه اعتقد. يلا بقى يا شباب نخش على الدرس السابع. الدرس الثامن ده يا دكتور بعنوان السولار راديشن. وقال يعني ايه سولار راديشن؟ يعني الطاقه اللي بتطلع من الشمس وبتوصل للارض، بتوصل عن طريق حاجه اسمها الكترومagnetic ويفز. والالكترومagnetic ويفز دي ليها 7 اشكال او 7 الكترومagnetic ويفز. بتختلف في ايه؟ بتختلف في الويف لينس والفريكوانسي. والويف لينس والفريكوانسي عكس بعض. كل ما الويف لينس يزيد كل ما فريكوانسي ما تقل، كل ما فريكوانسي ما تزيد كل ما الويف لينس يقل. من اليمين للشمال ده اعلى. بص الفريكوانسي التكرار عامل ازاي، بس الويف لينس قليله. ونفضل ماشيين لحد واحنا ماشيين الويف لينس بتزيد والفريكوانسي بتقل. من على اليمين اقصى اليمين اعلى فريكوانسي واقل ويف لينس، وعلى الشمال اقل فريكوانسي واعلى ويف لينس. قال يا دكتور الويف لينس بتاعت الفيزيبل لايت كانت من 400 ل 700 ويف لينس. اكتر ال 700 دي يا دكتور كانت الانفراريد، وال 400 دي يا دكتور كانت الايه؟ الالترا فايوليت ريز. حلو قوي الكلام ده. قال يا دكتور ده قصه الضوء. حلو. قصه الضوء دي يا دكتور، طب احنا الضوء اول ما بيوصل للميه بيقابل سطح الميه بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الانجل. بيعتمد على ايه يا دكتور؟ بيعتمد على الانجل اللي نزل بيه. لو الانجل دي يا دكتور بي بيربنديكولار بحرف البي يحصل بنتريشن زياده. لو انكلايند بحرف السي يبقى يا دكتور يحصل ريفليكشن او يقل يا دكتور البنتريشن. حلو قوي الكلام ده. قال يا دكتور طب الميه لما تبدا تنزل او الضوء يبدا ينزل، قال لي يا دكتور الضوء قوته بتقل كل ما انزل لتحت، والتمبريتشر بتقل كل ما انزل لتحت. بيقسم لي الميه ل 3 زونز. اول حاجه اسمها اي فوتيك، ثم التوايلايت زون، ثم الدارك زون اللي هي الافوتيك. قال لي الاي فوتيك يا دكتور ده الجزء العالي والضوء كافي انه يعمل فوتوسينثيس. قلت له ماشي. قال لي طب الميد ديبس لاير اللي في النص، قال لي فيها ضوء لور اقل بس غير كافي انه يعمل فوتوسينثيس. طب الدارك زون او الافوتيك ديبست لاير نو سان لايت كومبليتلي دارك. قلت له ماشي. قال لي طب يا دكتور لما بيعدوا ازاي؟ قال لي يا دكتور مقسمينها 10 سم 10 متر 50 متر 100 متر، او 10 سم 10 متر 100 متر على طول. قال لي يا دكتور في اول 10 سم مين اللي يروح؟ قال لي الانفراريد. والانفراريد دي ركز معايا اعلى ويف لينس اقل فريكوانسي. انا قلت لك ان الضعيف بيمتص الاول، اقل فريكوانسي ده بيمتص الاول. ثم تبدا يا دكتور الاعلى في الاقل في الويف لينس واعلى في الفريكوانسي شويه يبدا يمتص، اللي هم الفيزيبل لايت. يا دكتور الفيزيبل لايت عند 10 متر 50% من الضوء. انهي 50% من الضوء؟ قال لي يا دكتور الوور كولرز. حلو. قال لي يا دكتور طب على بعد 100 متر، على بعد 100 متر او على عمق 100 متر 99% من بيبقى ابزوربد، وبيبقى 1% اللي هو بيبقى يا دكتور كولر كولرز. وزي ما باين كده السبيكترم بيريتش الديبس
اللونجر ويف لينس اللي هي الريد والاورنج بيمتصوا الاول، والشورتر ويف لينس بيبقوا في الاخر اللي هم الريد والفايولت بيحصل لهم حاجه اسمها سكاترد او انتشار، وبينتشروا عشان كده هم اللي بيدوا الضوء في الاخر. قال لي يا دكتور طب السولار راديشن ده بيأثر ازاي؟ قال لي يا دكتور بيأثر على الووتر تمبريتشر والفوتوسينثيز، فالاثنين مع بعض يا دكتور يأثروا على ايه تاني يا دكتور؟ الاثنين مع بعض يأثروا على حاجه اسمها الاورجانيزم ديستريبيوشن، يعني تبدا الكائنات الحيه او يبدا التوزيع بتاع الكائنات الحيه يعتمد عليها. قال لي اول حاجه يا دكتور الديستريبيوشن بتاع المارين اورجانيزم، في كائنات بتعتمد على الفوتوسينثيز زي مين يا دكتور؟ زي الالجاي والبلانتس والفايتوبلانكتون. قال لي يا دكتور دي لازم تبقى موجوده اعلى عمق تبقى موجوده فيه ال100. ليه يا دكتور؟ عشان دي المنطقه اللي لحد 100 متر بيبقى فيه فوتك، بيبقى فيه ضوء. فبيقول لي يا دكتور ان بتبقى موجوده بكثره في السيرفيس في الكلير ووتر لحد 100 متر، وفي التربد ووتر قريب من السيرفيس زي الالجاي والفايتوبلانكتون. قلت له ماشي. قال لي عندي حاجه اسمها كورال ريفز، والكورال ريفز دي اللي هي الشعب المرجانيه، والشعب المرجانيه دي كائنات انيمالز مش بلانت، بس جواها حاجه اسمها سيمبايوتيك الجاي بتعتمد عليها في الايه؟ بتعتمد عليها في النورشمنت، حاجه اسمها سيمبايوتيك الجاي بتوفر لها النورشمنت. قلت له ماشي. قال لي على الووتر تمبريتشر كل ما الحر ما يزيد كل ما الميه تبقى وورم، فعليه يا دكتور المناطق الاستوائيه ووتر از وورم ويتش اتراكت البراكودا والتونا فيش، دول مهمين قوي. لكن يا دكتور الكولد شيل اللام وتبقى انهي نوع من انواع السمك؟ الكود فيش. قال لي يا دكتور بقى على الاوشن كارنت يعني بتنعكس على تيارات المحيط زي ايه يا دكتور؟ زي الجلف ستريم. الجلف ستريم يا دكتور اللي هو تيار الخليج. تيار الخليج ده يا دكتور بيحمل الحراره من الاكويتورز للمنطقه الشماليه الاوروبيه النورث اتلانتيك اوشنز، عشان يا دكتور يعمل مودريشن للكلايمت. ليه؟ انا جايبه حراره والجو برد، حراره وبرد يعملوا مودريشن. ويا دكتور لما يبقى الجو كويس تفضل الكائنات الحيه عايشه، فانهانس البايودايفرستي. الكلام اللي انا ملونه لك باللون الاحمر ده مهم جدا جدا جدا. الفود افيلابيلتي، السولار راديشن بتبقى غايبه او معدومه في البولار ريجن في وقت الوينتر، فدكتور بيبقى كميه الضوء قليله خالص او معدومه، فما يحصلش فوتوسينثيز، فيحصل ديستربنس للفود تشين، فيا دكتور يقلل الفود افيلابيلتي، وينعكس يا دكتور ان بيقل المارين اورجانيزم. حلو قوي 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 الكلام ده. وبكده يا شباب نبقى احنا خلصنا تقريبا 3 ورقات، خلصنا نص المراجعه، خلصنا لحد الدرس الايه؟ خلصنا لحد الدرس الثامن. الدرس الايه يا شباب؟ الثامن. نخلص بقى التاسع والعاشر عشان نبقى خلصنا البارت الاولاني من المراجعه اللذيذه بتاعتنا اللي هو كان اول 10 دروس، ويبقى اخر 4 دروس دول ننقنق فيهم كده. قال يا دكتور الدرس التاسع بقى اللي هو كان بعنوان البريشر، الضغط. ولما اجي اكلمك على الضغط لازم اكلمك الاول على ايه الكائنات اللي بتضغط، فهتقول لي يا دكتور السوليد والليكويد والجاز. قال لي يا دكتور السوليد ما بيتضغطش، لو ضغطته جامد يتكسر منك. قال لي عندي حاجه اسمها الفلويدز، والفلويدز دي دكتور اللي هي الموايع. والموايع يعني ايه موايع؟ عندها القدره انها تفلو. اكتب لي كده فلو، ومش بس فلو، بتيك الشيب اوف كونتينر. قلت له ماشي. قال يا دكتور عندي نوعين، يا اما جاز يا اما ليكويد. الجاز يا دكتور بيتضغط، ليه؟ عشان ما عندوش فوليوم. لكن الليكويد ما بيتضغطش، ليه؟ عشان يا دكتور الفوليوم بتاعه كونستانت، اللتر هيفضل لتر، لتر الميه يفضل لتر ميه. حلو قوي الكلام ده. فقال يا دكتور تعالى اكلمك على الضغط، على انواع الضغط او مفاهيم الضغط عندنا، ثم اقول لك الكائنات اللي بتستحمل الضغط ولا لا. فقلت له ماشي. قال يا دكتور مفاهيم الضغط ايه؟ اشرح لك الضغط بشكل عام، اشرح لك الضغط في الميه، اشرح لك الضغط في الهواء، اشرح لك التوتال بتاع البريشر تحت الميه اللي هو ميه وهواء مع بعض، ثم في الاخر اكلمك على الكائنات. قال يا دكتور الضغط بشكل عام، الضغط بشكل عام كان القانون بتاعه دكتور فورس او البريشر بيساوي فورس على اريا او ويت على اريا. حلو قوي قوي الكلام ده. فبيقول لي يا دكتور يعني ايه البريشر؟ يعني يا دكتور الويت او الفورس بتاع ليكويد اوف كولم سواء كان ووتر او اير على اليوريا على اليونت بتاع الاريا. قلت له ماشي. فهو بيقول لي يا دكتور البريسنج فورس دي بتيجي منين يا دكتور؟ بتيجي من البريشر تايمز الايه؟ تايمز الاريا. فبيقول لي يا دكتور فروم ليكويد بريشر
and affected in an area. طبعا بيبقى perpendicular عشان تبقى الانجل ب 90. حلو قوي الكلام ده اللي هو القانون ده يا دكتور. قال يا دكتور نزلنا الميه، لقينا يا دكتور عندنا ميه هنا، حد في زون اكس وحد في زون ايه، حد في زون واي. قال يا دكتور مين بيحس بالضغط اكتر؟ قال لي اكس. قال لي ليه اكس؟ قال لي يا دكتور عشان كل ده بيضغط عليه، لكن واي ده بس اللي بيضغط عليه. انا عايز اقول لك ان اكس، شايف اكس ده حتى ده وده كل ده بيضغط عليه، كل ده بيضغط عليه. فقال يا دكتور كل ما الاتش ما تزيد كل ما الضغط ما يزيد. قلت له ماشي. قال يا دكتور وفي حاجه بتضغط لتحت اللي هي ايه؟ اللي هي الجرافيتي. قلت له ماشي. قال لي وكل ما تكون الميه اتقل كل ما تكون الدنستي بتاعتها اتقل كل ما تعمل ضغط اكتر، وعليه الضغط بتاع السولتي ووتر اعلى من الضغط بتاع الفريش ايه؟ بتاع الفريش ووتر. حلو. فبقى البي ليكويد بيساوي رو جي اتش. بيساوي ايه؟ رو جي اتش. بيساوي ايه؟ رو جي اتش. قلت له ماشي. قال لي يا دكتور بي ليكويد اللي هو البريشر بتاع السائل بيساوي كثافه الميه في الجاذبيه في الجرافيتي في عمق الميه. قلت له ماشي. قال لي يا دكتور كل ما العمق ما بيزيد كل ما البريشر ما يزيد، وكل ما الميه تبقى اتقل كل يا دكتور ما الايه الضغط بيبقى اكتر. بيقول لي يا دكتور عند العمق المتساوي، عند لما تبقى الاتش ايكوال الاتش، مين اللي بيتحكم؟ الدنستي. فاكيد الدنستي بتاعت السولتي ووتر اعلى من الدنستي بتاعت الفريش ووتر. كده يا دكتور احنا باختصار اختصرنا بتاعت الميه اللي هي رو جي اتش. قلت له ماشي. قال لي بقى يا دكتور طب بالنسبه للاتموسفيريك بريشر، للبريشر بتاع الهواء، قال لي البريشر بتاع الهواء ده الضغط اللي بيمثله الهواء على الارض. قلت له مش عند نقطه في الارض. قال لي بس انا عندي مشكله يا دكتور ان الارض مش مستويه، في جبال، في هضاب، في سهول، في وديان تحت. فقال لي يا دكتور انا هثبت نقطه. ايه هي النقطه؟ قال لي نقطه سطح البحر، السي ليفل، واشوف الهواء او عمود الهواء بيضغط عليا قد ايه. فلقيت ان عمود الهواء بيضغط عليا بحاجه اسمها 1.013 في 10 باور 5. قال يا دكتور بدل ما اسمي او بدل ما اقول الرقم ده كله هشيل الرقم ده كله واكتب واحد اتموسفيريك بريشر 1 اي تي ام. فبقى ال 1 اي تي ام ده بيساوي 1.013 في 10 باور 5. قال لي حلو قوي الكلام ده، واكدت عليك يا قلبي، اكدت عليك ان انا لما باجي دلوقتي انا شايل كرسي فوقيه، الكرسي ده بيضغط عليا. طب لو حد قاعد فوق الكرسي فالكرسي بيضغط عليا، واللي قاعد على الكرسي بيضغط عليا. فبقى في حاجه اسمها التوتال بريشر، الضغط الكلي في نقطه. فبقى البي اير اللي قاعد فوق الكرسي والبي ليكويد اللي هو الكرسي، فبيساوي يا دكتور بي اير زائد الرو جي اتش. عندك هنا يا دكتور بقى اليونتس، ان في حاجه اسمها نيوتن بير متر سكوير، ده وحده الضغط بتاعت البريشر، وحده قياس البريشر اللي اخترعها واحد اسمه باسكال. فباسكال بيساوي نيوتن بير متر سكوير. في واحد اسمه بار، البار قد الباسكال 100000 مره 10 باور 5. فالباسكال بالنسبه للبار 10 باور نيجاتيف 5. حلو قوي الكلام ده. قال لي 1.013 بار بيساوي 1 اي تي ام بيساوي 1.013 في 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير، او اللي هي الباسكال. والكلام ده كان سهل ولذيذ، والرقم ده كله كان بيساوي ال1 اي تي ام، وال1 اي تي ام بيساوي 1.013 من البار. وقلت لك ان انا كل ما بنزل 10 متر البريشر بيزيد 1 اي تي ام، يعني ال10 ب1، ال20 ب2، ال30 ب3. حلو قوي الكلام ده. قال لي بعد كده بقى يا دكتور بعد ما انت عرفت كل الحاجات دي كلمني على البريشر. قال لي يا دكتور البريشر يا دكتور الكائنات اللي عايشه تحت الميه، قال لي يا دكتور متقسمه 3 حاجات. كائنات عايشه على السطح، فيا دكتور العمق بتاعها قليل فالضغط عليها معدوم فجسمها بيكون اضعف من الطبيعي. سيرفيس بحرف او اس اي ار او اس يو ار بحرف السير هتبقى دكتور سردين. يا دكتور اللي هم عايشين النير سيرفيس بيبقى البريشر بتاعهم قليل، فالبادي الجسم بتاعهم بيكون لسه سترونج. زي مين يا دكتور؟ زي السردين، عشان بس مش مكتوب. حلو قوي. قال لي طب تاني حاجه يا دكتور، قال لي يا دكتور تاني حاجه عندنا الاعماق، السمك اللي عايش على اعماق من 200 ل 1000 متر، الاعماق المتوسطه بيكون الضغط عليها عالي بس مش عالي قوي. فيا دكتور مين يا دكتور عندها حاجه اسمها اير بلادر او سويم بلادر زي التاليبيا وكل الكلام ده كله. فقال لي يا دكتور دي تبقى مليانه ليكويد ولا مليانه جاز؟ قال لي الضغط مش عالي فيبقى مليانه جاز. فتقول يا دكتور انها عندها جاز فيلد سويم بلادر عشان تساعدها في حاجتين. اهم حاجه البايونسي والبالانس، دي اول حاجه.
تاني حاجه دكتور تتحرك بين الاعماق زي الايه، زي السلمون. وعليه خد بالك يا شباب السلمون من الحاجات اللي فيها 3 انواع من الادابتيشن، ستراكشرال وفيسيولوجيكال وبيهيفير. قال لي 3 حاجه بقى الاعماق، السمك اللي بيعيش في اعماق اكتر من 2000 متر بيبقى الضغط عالي جدا، فما ينفعش يبقى عنده سويم بلادر عشان ما تفرقعش، فعملنا حاجه اسمها ليكويد بلادر. وعشان اقلل الدنسيتي بتاعتها خليت جسمها مملي بليكويد، يكون الدنسيتي بتاعته قليل زي الاويل، فبقى دكتور ريتش ان اويل، الليفر بتاعتها ريتش ان اويل زي سمكه الايه سمكه الري، زي دكتور الريز، فبتمنع الكولابس والكلام ده كله. حلو قوي 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 الكلام ده. قال لي يا دكتور في بقى شويه حاجات عبيطه قوي كده بتدعم الضغط. قال لي عندي حاجه اسمها انترنال سبورت، الضغط الدعامه الداخليه اللي هي اما كارتليجينس يا اما بني. البني ده كان قوي، فالقوي ما يستحملش الضغط، خد بالك بتبقى سترونج سكيلتون مكونه من البونز، زي اللي فوق ادي مناخيري متكونه من حاجز انفي وغضروف. الحاجز الانفي ده قوي ما يستحملش انك تدوس عليه، الدكتور بيدي قوه واستقرار زي مين، زي التاليبيا والمولت والبولتي. لكن الكارتليجينس مهما تدوس عليها حتى لو وجعتك هتلاقي نفسك بتستحمل، اللي دكتور اصلها فليكسبيليتي تستحمل الضغط. كارتليجينس مكان البون زي الشارك والري. قال لي عندي حاجه اسمها سيلولار ممبرين. ده دكتور الممبرين بتاعنا بدل ما السيل ممبرين بتاعنا يبقى فيه ليبيد، بيبقى فيه حاجه اسمها انساتيوريتد فاتي اسيد، ودي دكتور بتكون فلويد. ليه يا دكتور فلويد؟ فعشان انها فلويد تخليها تعرف تستحمل الضغط ومهما انت تديها في الضغط. فيقول يا دكتور بتبقى متكونه من انساتيوريتد فاتي اسيد، وده دكتور كان بيحافظ على الفلويديتي والاستابيليتي وبيمنع دكتور السيل دامج. وبكده يا شباب يا حلوين يا جمال يا امامير خلصنا ليسون 9. خش على ليسون 10. ليسون 10 ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على بعد كل الكلام ده انا عايز احافظ على البيئه المائيه، فعايز احافظ على حاجه اسمها الانفايرمنتال بالانس او الاستقرار البيئي، الاستابيليتي. فدكتور الاستابيليتي بتاعت الاستقرار البيئي، الاستقرار البيئي بيبقى قايم على 3 حاجات. اول حاجه عشان البيئه تبقى موجوده لازم يبقى الاكل في البيئه مظبوط، لازم يبقى في حاجه اسمها نيوترينت بالانس، تمام. تاني حاجه يا دكتور لازم الكائنات مع بعضها تبقى محترمه السلم بتاع سلم السلسله او سلم الهرم، حاجه اسمها الريليشن شيب بتوين البري والبريديتور، لقب من الفارس والمفترس او الفريسه والمفترس. تالت حاجه دكتور السكادول بتاع او الفلوينج بتاع الانرجي، لازم اي سلسله غذائيه بتبدا ببروديوسر، واي بروديوسر ده اللي بيبقى زي اوتوتروفز زي البلانت والالجاي والفايتوبلانكتون، ودول دكتور اللي بيطلعوا لي اكسجين وجلوكوز موجود في الطاقه اللي انا حولتها من الشمس. فكل ما يقل الكائنات دي كل ما السلسله الغذائيه تبدا تبوظ. فقال يا دكتور تعالى اشرح لك الكلام ده بسرعه سريعه. قال لي يا دكتور يعني ايه ايكولوجيكال بالانس؟ دي حاله من الدايناميك استابيليتي للتفاعلات الكائنات مع بعضها. قال يا دكتور بتتمحور في 3 حاجات: نيوترينت بالانس امونج الاورجانيزم، الانرجي فلو. النيوترينت بالانس ده يا دكتور زي النيتروجين والفوسفورس، دول يا دكتور اسينشال للجروس بتاعه الايه بلانت والالجاي. اي زياده او نقص يعمل لي مشاكل، لو نقص يا دكتور يعمل لك شورتج فيقلل البرودكشن الانرجي برودكشن اللي هتطلع. طب الزياده تعمل لي حاجه اسمها ابنورمال الجال بلومينج، وده على فكره من اهم الاسئله في المنهج كله، ان الزياده او الساتوريشن في النيتريت والفوسفات تعمل لي ابنورمال الجال بلومينج، يعني منعنش كده مزهزه، تمام. تاني حاجه يا دكتور البالانس بتوين الاورجانيزم او البالانس امونج الاورجانيزم. قال يا دكتور السبيشيز بتتفاعل مع بعضها باشكال ايه مختلفه، في يا دكتور بريديتوري فيش وفي يا دكتور بريز. قال يا دكتور البريديتوري فيش بتحافظ على البالانس ازاي؟ انها بتكنترول النمبر اوف بريز، تمام. فقال يا دكتور لما البريديتوري فيش يا دكتور تقل السمول فيش هيبدا تزيد، فتاكل اكل زياده عن اللزوم. فدكتور لما تاكل اكل زياده عن اللزوم هيبدا الاكل ده يقل فيبدا يخلص، فمش هيلاقوا حاجه ياكلوها ففي الاخر يموتوا، فيحصل دكتور ديستربنس اوف الايكو سيستم. فالبريديتوري فيش يا دكتور بتكنترول او بتريجوليت النمبر اوف سمول فيش. قال لي يا دكتور تالت واهم حاجه الانرجي فلو، اي سلسله غذائيه بتبدا ببروديوسر ثم كونسيومرز ثم ديكومبوزرز في الاخر. البروديوسر دول يا دكتور بيبقوا سواء الالجاي او الفايتوبلانكتون. فيا دكتور زياده الاعداد بتاعه السمول فيش او الكونسيومر بتؤدي الى نقص الاعداد بتاعه البروديوسر، وبالاخر يا دكتور بتاثر على الاكواتيك ايكو سيستم فبيموت خالص. فيقول يا دكتور الاستهلاك المبالغ فيه في السمول فيش بالبريديتوري فيش هيزود النمبر اوف زو بلانكتون. الزو بلانكتون دي يا دكتور او السي اورتشينز والحاجات دي كلها يا دكتور
بتاكل الالجاي، فلما الالجاي تبدا تقل البروديوسر تبدا تقل، والبروديوسر تبدا تقل، تبقى الايكو سيستم كله بايظ. على دكتور الكورال ريفز بتعتبر موطن لكثير من الكائنات. البريداتوري فيش بتمنتين البالانس اوف كورال ريفز عن طريق انها بتعمل كنترول او ريجوليت النمبر اوف سمول اورجانيزم زي السي اورتشينز. اخر حاجه في اليونت دي الافكت اوف هيومن اكتيفيتيز. كان الانسان بيعمل 3 حاجات. اول حاجه البوليوشنز، التلوث عن طريق الويست او الاندستري ويست. تاني حاجه يا دكتور الاوفر فيشنج. الاوفر فيشنج يا دكتور يعني ايه اوفر فيشنج؟ يعني انا بصطاد باكتر بريت اعلى من ريت التكاثر. تالت حاجه يا دكتور انا ادمر الهيبيتات ديستراكشن سواء الكورال ريفز والويتلاند، وبدمر الفورست في اي بيئه ثانيه. قال لي بقى طب دور الانسان بقى عامل ازاي؟ قال لي يا دكتور دور الانسان ان انا يحمي النيوترال ريسورسز عشان يحافظ بيها للفيوتشر جنريشن. تاني حاجه يا دكتور يعمل اويرنس واديوكيشن زي اللي احنا فيه ده دلوقتي، ويحاول يا دكتور يتبنى الطرق المستدامه. واخر حاجه يا دكتور يختار الانشطه او الاكتيفيتيز الصديقه للبيئه بحيث ان هو يحافظ على البيئه، ان هو يستخدم الرينيوبل انرجي، ويستخدم البايكس، ويستخدم البابليك ترانسبورتيشن والديفورستيشن والريفورستيشن وكل الكلام ده. كده يا شباب نبقى خلصنا يونت 1 في الريفيجن، واتمنى ان هي تكون كافيه جدا 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 فكرتك بيها. يلا ندخل على بارت 2 ويونت 2 ريفيجن. يلا بينا ندخل بقى يا شباب على الجزء الثاني من المحاضره بتاعتنا او المراجعه بتاعتنا. كان يونت 2 نبدا بالاتموسفير. لو انت فاكر الاتموسفير ده كان اللي هو الحاجه اللي بتحوطنا وكانت بتحافظ علينا من الحاجات اللي بره، الاكسترنال ميتورز والهارمفول ريز وكل الكلام اللذيذ ده جدا جدا جدا، وبتريجوليت التمبريتشر. كل الكلام ده على راسي ما بيجيش كتير. تعال نخش على الحاجات اللي بتيجي كتير. النسب بتاعه الجازس. قال يا دكتور النسب بتاعه الجازس بتاعتي يا دكتور اعلى حاجه كانت النيتروجين بحرف الان، وكان لارجلي انرت، وما كانش بيشتغل غير في سبيشال كونديشن زي اللايتنينج والهاي تمبريتشر. حلو. والاكسايز بتاعته قليله. ليه؟ علشان يا دكتور هو كان بيحتاج سبيشال كونديشن. قلت له ماشي. قال لي تاني حاجه يا دكتور كانت الاكسجين. الاكسجين يا دكتور كان بيجي من فين؟ كان بيجي من الفوتوسينثيز. حلو قوي الكلام ده يا دكتور. وكان يا دكتور فيري هايلي اكتيف ويستخدم في كل تفاعلات الكومبشن اللي هي الاحتراق. كده يا دكتور 98 21% يبقوا 99%. بنتكلم في 1%. ال1% في منه ارجون اللي هو الانرت. بنتكلم في الكربون دايوكسيد 4 من 100%، والريشيو بينهم 93 و4. الكربون دايوكسيد من الجرين هاوس جازز افكت، ونسبته بتختلف من منطقه للتانيه اكوردنج لكميه الصناعه وكميه الاشجار. فكل ما الاشجار ما تزيد كل ما الكربون دايوكسيد يقل والاكسجين يزيد، والعكس بالعكس. اذر جازز H2O، اوزون، SO2، والكربون مونوكسيد والنيتروجين دايوكسيد وكل الكلام اللذيذ ده. قال لي يا دكتور طب احنا عندنا ايه تاني في الجزء ده؟ قال لي يا دكتور تعالى اقول لك على الاتموسفير تكوينه. اتكلمنا في جازز، تعالى نتكلم فيه لايرز. قال لي يا دكتور تعالى نتكلم في لايرز. قال لي يا دكتور من تحت لفوق تعالى نبدا بالتروبوسفير. قال لي يا دكتور التروبوسفير دي يا دكتور لحد 10 كيلو. حلو يا دكتور. الافريج تمبريتشر بتاعتي 15 درجه سليزيه. كل ما بطلع 6.5 بيقل، كل ما بطلع 1000 متر الضغط بيقل بيقل 6.5. حته مهمه جدا سواء يا دكتور كانت بالسيليزيوس او كانت بالكلفن. قال يا دكتور الهواء مور دنس يعني اتقل، وعندها يا دكتور كل انواع الحياه. ليه؟ عشان عندها الكربون دايوكسيد للفوتوسينثيز والاكسجين للريسبيريشن، وعندها الووتر فيبر علشان المطره. هي المطره اللي هي البريسيبيتيشن، فتبقى في حياه كده، فهتعمل لي يا دكتور زي الكلاود فورميشن والرين فول وكل الكلام ده. نبدا نخش يا دكتور في حاجه اسمها البارير اللي هو التروبوبوز، وكان بين 10 ل 11، وكان بيمنع يا دكتور الميه الهواء بتاع التروبوسفير بالهواء بتاع الهواء بتاع الاستراتوسفير. قال يا دكتور الاستراتوسفير لحد الكيلو 50، ومن زيرو من بعد 10 كيلو يعني لحد الكيلو 20 درجه الحراره بتبقى تحتها كونستانت، وبعد كده بتبدا تزيد. ليه؟ لوجود الاوزون لاير، والاوزون لاير يا دكتور بتمتص الالترا فايوليت ريز، فلما تمتص الالترا فايوليت ريز درجه الحراره تزيد. قال يا دكتور درجه الحراره ما بتتغيرش لحد الارتفاع بتاع 20، ثم يا دكتور كل ما بطلع اعلى كل ما درجه الحراره بتزيد عشان الاوزون لاير، وهي المفضله عشان طيران الاير كرافت. ليه؟ قال يا دكتور الاستراتوسفير يعني الطبقات الافقيه المتساويه، فدكتور الموف اير الكرنت موفمنت بتاعت الاير بتبقى هوريزونتال، ودكتور كانت بتمتص الاو 3
اللي هو الهارمفul ريز من 240 ل 310 اللي جايه من السانز قبل ما توصل للارث. كده يا دكتور اول تو سفيرز. قال يا دكتور السفير الثالث اللي عندنا الميزوسفير، والميزوسفير ده يا دكتور من 50 ل 80، من 50 ل 80. فالسكنس بتاعه كام يا دكتور؟ السكنس بتاعه 30. بتبقى درجه الحراره بتاعته نيجاتيف 93. وافتكر افتكر 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 ميزوسفير بحرف الام اي يبقى ميتورز بحرف الام اي. حلو يا دكتور، بيحمينا من الاكسترنال ميتورز اللي جايه من بره. تبقى درجه حرارتها نيجاتيف 93. ثم نخش بقى يا دكتور على الثيرموسفير. وليه سموها ثيرمو؟ عشان دي الاعلى في درجه الحراره يا دكتور، تمام. والاكسجين والنيتروجين اللي هم اكتر غازين موجودين بيمتصوا الطاقه العاليه جدا اللي جايه من الجاما ريز وال اسمه ده الجاما ريز والاكس ريز. فدكتور الطاقه الزياده دي يا دكتور اللي بتمتص، فتبقى درجه الحراره اعلى واعلى واعلى. وخليك عارف ان من ارتفاع 80 لحد 550 كان بيبقى فيه الايونوسفير اللي بتساعد على اللونج ديستانت ويف كوميونيكيشن عشان بتعمل ريفليكشن للراديو ويفز. ومش بس كده، مسؤوله عن الاورورا فينومينا اللي بتخلي الاضواء اللي هي ايه برايت كلرفول لايتس كده بتبقى مزهزهه. وخد بالك ثيرموسفير بحرف التي اتش كانت ذا سيكست. قال لي بعد كده بقى دكتور من ارتفاع 700 لارتفاع 1000 ده كان الاكزوسفير. والاكزوسفير يعني الخارجيه. ليه خارجيه؟ عشان كانت بره سيطره الكوكب. يعني بره سيطره الكوكب يعني بره سيطره الجاذبيه. وده يا دكتور اللي بيخليها ايديال عشان احط الساتلايت والسبيس كرافت. كلام حلو ولذيذ. اخر حاجه في الدرس الاولاني كان عندي حاجه اسمها الاسكيب فيلوسيتي والافكتيف فيلوسيتي. الافكتيف فيلوسيتي دي اللي هي في ار ام اس، ودي سرعه حركه الجاز اللي موجود. وكانت بتعتمد على الماس والتمبريتشر. كل ما الماس ما تقل كل ما يتحرك اسرع، وكل ما التمبريتشر ما تزيد كل ما الكاينيتيك انرجي تزيد فكل ما يتحرك برده اسرع. الاسكيب فيلوسيتي دي السرعه المطلوبه عشان اعرف اهرب من الكوكب. ودي السرعه اللي بيمشي بيها قاعده الصاروخ قبل ما يطلقوا القمر الصناعي عشان يعرف يهرب. فبيقول لي يا دكتور لو حركه الجاز ابطا من حركه الاسكيب فيلوسيتي يفضل موجود في الكوكب، لكن لو بيساويها واعلى منها ما بيكونش موجود في الكوكب خالص. وعليه يا شباب كوكب الارض الاسكيب فيلوسيتي بتاعته 11.2. احفظ كده 11.2 بتاعت الارث. وخد بالك الفي ار ام اس دي او الاسكيب قصدي الاسكيب فيلوسيتي بتعتمد على الجرافيتي. حلو. عندنا كوكب اسمه ميركوري. كوكب اسمه ميركوري ده ليه ما عندوش اتموسفير؟ علشان الجاذبيه بتاعته ضعيفه جدا 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 جدا. فكل الجازس عرفت تسكيب تهرب من الكوكب. وكده يا شباب نبقى خلصنا الدرس ال11. تعالى نخش بقى على الدرس ال12. الدرس ال12 ده كان بتاع ايه؟ كان بتاع الكيميكال رياكشنز ان اتموسفير. الكيميكال رياكشنز في اتموسفير دي كانت العلاقه بين الاوزون فورميشن، ازاي الاوزون بيتكون. فقال يا دكتور تعالى نتكلم على الابزوربشن بتاع الاوزون. قال يا دكتور تعالى بس افكرك بشويه حاجات كده، شويه حاجات لذيذه. ان الالترا فايوليت ريز دي يا قلبي متكونه 3 مناطق: يو في اي، يو في بي، يو في سي. اليو في اي دي يا دكتور من 400 نانومتر لحد 315، واليو في بي من 315 لحد 280. انا اسف. حلو. واليو في سي يا دكتور من 280 لحد ايه؟ لحد 100. قلت له ماشي يا دكتور، كلام سهل ولذيذ وما فيهوش حاجه. قال يا دكتور انا لما باجي استخدم الالترا فايوليت ريز جوه الكوكب بستخدمها في حاجتين. اول حاجه يا دكتور في التعقيم عشان طاقتها عاليه فبتحارب البكتيريا او بتعقم، سواء دكتور في السيرجيكال انسترومنتس او اللابوراتوري ايكويبمنت، يعني شغل التعقيم والمعامل. وانها تعرف الفيك ماني، الكاونتر فيت بانك نوت اللي هي الفيك ماني. قلت له ماشي. قال يا دكتور طب بتمتص ازاي؟ قال يا دكتور انا عندي نوعين من الالترا فايوليت ريز. اقل من 240 فده الويف لينس بتاعها قليل فالفريكوانسي بتاعها بيكون عالي. حلو قوي. مين يا دكتور اللي يضحي بنفسه؟ اللي يضحي بنفسه بحاجه زي كده الO2 والN2 في الثيرموسفير لو انت فاكر. فبيقول يا دكتور اللي اقل من 240 بتبقى ابزوربد باي النيتروجين موليكيولز والاتوميك اوكسجين والاكسجين موليكيولز، يعني O2 N2. قلت له ماشي. لكن يا دكتور اللي من 240 ل 310 بقى دي يا دكتور بتبقى اعلى في الويف لينس فاقل في الفريكوانسي. فمين اللي يضحي بنفسه؟ قال لي الاوزون لاير. وخد بالك الاوزون عشان تبقى فاهم في كام كوفالنت بوند؟ 2 كوفالنت بوند. حلو قوي الكلام ده. قال يا دكتور الكلام ده بيتكون ازاي؟ الفورميشن ازاي في الاستراتوسفير؟ ان هي دي المهم عندي. قال لي على نوعين:
قال يا دكتور O2 بتتفك ل OO، دي يا دكتور اللي هي less than 240، O زائد O2 association بيعمل لي O زائد O2 يدي لك O3. حلو قوي الكلام ده، كلام سهل ولذيذ وما فيهوش حاجه. ولو انت فاكر ملخص المعادله دي كانت 3 O2 تدي لك 2 O3 في وجود الالترا فايوليت ريز. حلو قوي الكلام، حلو قوي الكلام، حلو قوي الكلام ده. قال يا دكتور في حاجه اسمها استنزاف طبقه الاوزون. فقال يا دكتور ليه بستنزف طبقه الاوزون؟ قال لي علشان انا جبت مواد بتستهلك الاكسجين اللي موجود، فالطبقه بيحصل لها هولينج او تبدا تخرم. قال يا دكتور ازاي يا دكتور؟ قال لي بستخدم البستسايد والميتالز، بس اشهرهم على الاطلاق السي اف سيز. اشهرهم على الاطلاق الايه؟ السي اف سيز، الكلورو فلورو كربون موليكولز او كومباوند. قال يا دكتور دي بتسبب ايه؟ قال يا دكتور الكيميكال سبستانس زي البستسايد والهيفي ميتالز اللي بتاثر ازاي يا دكتور؟ بتبدا يا دكتور ركز معايا ركز معايا ركز معايا، الحاجات دي بتبدا تاكل من الاوزون لاير، فالالترا فايوليت ريز بطاقتها العاليه جدا عشان هي لو ويف لينث فهاي فريكوانسي، فتبدا توصل لكوكب الارض. فدكتور لما بتوصل لكوكب الارض بتاثر لي على 3 حاجات. بتاثر لي اول حاجه على السكين والاميونيتي وعلى الاي. على السكين بتعمل سكين كانسر، بتعمل سكين دامج، بتعمل ديستراكشن للدي ان اي وميوتيشن. اميونيتي بتعمل ديستراكشن للتي هيلبر سيل. واخر حاجه فتعمل لي ويكن للاميون ريسبونس فتزود كميه الانفكشن، وبتقلل الترانسميتنس اوف لايت فتعمل لي حاجه اسمها الكاتاراكت او الميه البيضاء على العين. قال لي طب ازاي يا دكتور اقلل الديبليجن؟ قال لي استخدم اوزون فريندلي اكويبمنت زي البيكنج صودا والفانجر، وابعد عن السي اف سيز والهالون جازز، واستخدم المودرن تكنولوجي. استخدم ايه يا شباب؟ المودرن تكنولوجي. قال لي في حاجه اسمها الاوزون في التروبوسفير، وده يا دكتور خليك حافظ عارف بس كده ان هو قليل او صغير بس يحير. يا دكتور بيتكون من الرياكشن بتاع النيتروجين اوكسايدز مع مع الهيدروكربون. في وجود السان لايتس دكتور بيبقى ليه تاثير سيء جدا، بيكون لي حاجه اسمها السموج. خد بالك الحته دي من الحاجات اللي بتيجي. بيكون السموج الضباب الدخاني، وبيدمر ورق الشجر، ولما ورق الشجر بيتدمر بيقل الفوتوسينثيز، فبينعكس على البلانتس والكروبس، بيعمل كروجن للسم ميتالز والبلاستيك اند الربر. وبكده يا شباب نبقى خلصنا الدرس الثاني. قال لي يا دكتور يلا نخش على الدرس الثالث، وده الدرس الاكبر ومحتاج مجهود عالي جدا 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 جدا، وده بيتكلم على الفيزيكال فاكتور. وانا حاطته لك اهو يا عم في ورقه واحده بس، ورقه من العيار الثقيل. حلو. الدرس الثالث قال لي يا دكتور الدرس الثالث ده كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على الفيزيكال فاكتورز افكتنج. كانوا كام فاكتور؟ كانوا 4: هيت، بريشر، هيوميديتي، وكانت اخر حاجه اللي هي كانت الويند. قلت له ماشي. قال يا دكتور تعالى نبدا بالهيت اللي هو اهم واحد. ليه؟ قال يا دكتور اهم واحد عشان هو بيأثر في الباقيين. بيأثر يا دكتور في البريشر، بيأثر في الويند، بيأثر في الكلاود فورميشن، بيأثر في كل حاجه، في الهيوميديتي، في كل حاجه. المين سورس بتاعنا كان الصن. قال يا دكتور اول حاجه تعالى نحسب التمبريتشر. تاني حاجه يا دكتور تعالى نتكلم ازاي التمبريتشر بتتنقل، واخر حاجه تعالى نتكلم ازاي الادابتيشن بيحصل. قال يا دكتور ازاي بنحسبها؟ عندي 3 موازين او 3 وحدات: فahrenheit، سيليزيوس، وكلفن. السيليزيوس ده بحرف السين ده الصغير، الكلفن ده بحرف الكاف ده الكبير، والفahrenheit ده الكبير قوي. قال يا دكتور تعالى نتكلم على السيليزيوس ده الصغير، فانا بحول من صغير لكبير، بزود وبجمع. فالسيليزيوس بلس 273 يديني كلفن، والفahrenheit ده الكبير قوي، يعني بجمع وبضرب. فسيليزيوس بلس يعني 5/9 سيليزيوس بلس 32 بضرب ثم كده بجمع. والعكس بالعكس، لما بحول من كبير لصغير بطرح، ولما بحول من كبير قوي لصغير بطرح وبقسم او بضرب في المقلوب، يعني بدل 9/5 يبقى 5/9. ويا دكتور انت عندك هنا عشان الحته دي مهمه، البويلنج الفريزنج بوينت في الميه 0 سيليزيوس، و100 سيليزيوس ده البويلنج، والابسوليوت زيرو نيجاتيف 273 بشوفها بالفahrenheit وبشوفها بالكلفن، وابدا اعمل المعادله بتاعتي. وركز ركز 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 ركز، لو عندي فahrenheit لازم احولها لسيليزيوس عشان اعرف اتعامل. لو عايز احول من فahrenheit لكلفن لازم اوصل للسيليزيوس في النص واحول. دي اول نقطه. لما يجيب لي 4 اختيارات لازم كلهم احولهم يا بالسيليزيوس يا بالكلفن عشان اعرف اتعامل. وخد بالك ان الميه من 0 ل 100 دي اسمها ليكويد ستيت في السيليزيوس، ومن 273 ل 373 في الكلفن، ومن 32 ل 212 في الفahrenheit. حلو قوي الكلام ده. قال لي تاني حاجه عندك الميكانيزم بتاعت الهيت ترانسفير. الحراره بتتنقل عن طريق 3 حاجات. اول حاجه الكوندكشن، لما الحاجات تبقى لازقه في بعضها.
تاني حاجه الكونفكشن في الفلويدز زي الليكويد والجاز. تالت حاجه الراديشن لما بيكون جاز او نو ماتر او اللي هو السبيس الفيكيوم. قال يا دكتور الكوندكشن ده بيبقى ان سوليد اوبجكت اور بتوين تو اوبجكت. ازاي يا دكتور؟ قال يا دكتور الحراره بتتنقل من العالي للايه للواطي من غير ما البارتكلز ما تتحرك. زي يا دكتور ان انت تحط ايدك على ايه على كوبايه شاي سخنه من غير ما انت ايدك ما تتحرك ومن غير ما الكوبايه ما تتحرك الحراره بتتحرك من العالي للواطي. تمام. قال لي طب الكونفكشن؟ قال لي ده ثرو فلويدز من العالي من الجزء العالي للجزء الواطي. بس خليك عارف الميه لما بتسخن الفوليوم بيزيد، الفوليوم لما بيزيد الدنسيتي بتقل فالميه تطلع لفوق، الميه اللي تطلع لفوق دي تبعد عن الحراره تبرد تاني الفوليوم بتاعها يقل فالدنسيتي تزيد فتنزل لتحت فتبدا تعمل لك حاجه اسمها كارنت. ولو انا حطيت صباعي هنا ايدي هتتلسع من فين؟ من الميه السخنه اللي طلعت فوق. حلو يا دكتور. وبتستخدم في حاجه اسمها الثيرمال فلايتس ان الكائنات بتستخدم الورم اير كارنت عشان تطلع لفوق والبخور بيطلع لفوق. ليه؟ ان الهواء السخن بيطلع من تحت لفوق وبحط الدفايه تحت عشان الهواء السخن بيطلع من تحت لفوق، بحط التكييف فوق عشان التكييف اللي هو الهواء الساقع بينزل من فوق لتحت. حلو قوي. قال لي حاجه الراديشن. قال لي دكتور في شكل الالكترومagnetic راديشن زي النار دي وزي المايكرو ويفز. فالمايكرو ويفز يا دكتور دي الكترومagnetic راديشن، فعشان الكترومagnetic راديشن بتتنقل بالراديشن. قال لي يا دكتور عندي ادابتيشن. هنا ادابتيشن يعني تاقلم. طب التاقلم بيبقى على الظروف السهله ولا الصعبه؟ بيبقى على الصعبه. طب صعبه ازاي يا دكتور؟ يا اما حر قوي يا اما برد قوي. طب حر قوي فين؟ قال لي في الصحراء. وبرد قوي فين؟ قال لي في مكانين، يا في القطب الشمالي يا في القطب الجنوبي. قال لي تعالى نبص على الفريزنج. عندي اول حاجه يا دكتور الوود فروج. الوود فروج ده بتاع كندا والالاسكا. حلو يا دكتور. الوود فروج ده بحرف الجي فدكتور بيخش في ديب هيرنيشن ده هو بحرف الجي يبقى الجلوكوز. طب الايس فيش اسمها الانتاركتيك ايس فيش. ده هو دكتور انتاركتيك بايه ان تي في الاول تبقى انتي فريزنج هرمون، وعندها دكتور ان الاكسجين بيتحرك لها بنو من غير هيموجلوبين بحاجه اسمها الديفيوجن. طب الستورني ديفل ليزر ده دكتور بتاع الحر ده بتاع الصحراء الاستراليه الاستريان ديزرت. قال يا دكتور عنده سمول تشانلز بحرف السي بتعمل كولكت بحرف السي الموستشر من الاير ويبدا يحركه للماوس عشان يعمل دي هايدريشن. وبكده يا شباب نبقى خلصنا الفاكتور الاولاني اللي هو ايه الفاكتور الاولاني ده؟ الفاكتور الاولاني ده اللي هو بتاع الفاكتور الاولاني ده يا دكتور بتاع ايه؟ بتاع الهيت. قال لي يا دكتور الفاكتور الثاني بتاع البريشر. عندي حاجه اسمها اتموسفيريك بريشر وستاندرد اتموسفيريك بريشر. اتكلمنا عن الاتموسفيريك بريشر قبل كده وقلنا ان ده وزن الهواء على الاريا معينه، فهو weight of air column extending from certain point to the end of the atmosphere. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الاريا. يا دكتور بيختلف من منطقه لمنطقه، في مناطق هاي بريشر في مناطق لو بريشر. لما تكبر هتعرف ان البريشر ان كل ما التمبريتشر ما تزيد كل ما البريشر يكون قليل، وكل ما التمبريتشر ما تقل كل ما البريشر ما يكون كتير. حلو الكلام. فقال يا دكتور في مناطق في حاجه اسمها ويزر مابس خرائط طقسيه بتعتمد على الفرق في الضغط. الفرق في الضغط ده يا دكتور بينعكس على المنطقه اللي ضغطها عالي بتبقى البارز بتاعتها عاليه، والمناطق اللي ضغطها واطي بتبقى البارز بتاعتها قليله. فيا دكتور جينا قلنا عايزين نعمل يونت تبقى سهله. قال لي في بار وفي باسكال. قال لي هناخد واحده في النص بينهم هنسموها ملي باسكال، يعني في النص بين الباسكال وبين الايه وبين البار. فنلاقي المناطق اللي عليها حرف ال فدي لو بريشر، والمناطق اللي عندها الاتش دي هاي بريشر. وعندي جهاز بيقيس الضغط اللي هو ميركوري باروميتر. ويا دكتور عايزك تبقى عارف ان كل ما الضغط كل ما اطلع لفوق كل ما الضغط ما يقل، كل ما اطلع لفوق كل ما الحراره ما تقل، كل ما اطلع لفوق كل ما الاكسجين برضو يقل. اتموسفيريك بريشر يا دكتور ال1 اي تي ام بيساوي 1.013 في 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير، او 1.013 بار او 1.013 في 10 باور 3 ملي بار. حلو قوي 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 الكلام ده. وادي يا دكتور الرصه اللي انا بقول لك عليها دي، وكان برضو بالميركوري كان 760 ملي متر ميركوري او 76 سنتيمتر ميركوري. دي دكتور الايه اليونتس بالبار والملي بار ماشيه ازاي. قال يا دكتور انا عايز بس افكرك الحته دي كل ما الهايت ما يزيد كل ما البريشر ما يقل وكل ما الاكسجين اللي قدامي يبدا يقل، وعشان الاكسجين قليل فنبدا يا دكتور لازم يبقى نفسي اقوى لان الاكسجين اللي قصادي قليل. فبيقول يا دكتور الكائنات بتعمل ازاي؟ بتزود كميه البلاد ريد بلاد سيلز اللي بتشيل الاكسجين بحيث ان احنا نعوض. قلت لك انا لما يبقى الضوء عالي بغمض عيني ولما يبقى الضوء واطي بفتح عيني، فانا دلوقتي الاكسجين قليل فزود الار بي سيز اللي بتشيل الاكسجين ده بحيث ان الدنيا تبقى متظبطه. وقلت لك يا دكتور ان الماونتن كلايمبرز اللي بيتسلقوا الجبال بيعاني من نزيف من الكابيلاريز. ليه؟
ان الضغط فوق، كل ما اطلع لفوق الضغط بيقل، فبيكون الضغط inside the body more than outside the body، فبيعمل لي imbalance، فيعمل لي اول حاجه rupture للايه، rupture للبلاد capillaries due to increase in difference between the blood pressure inside the body and the low atmospheric pressure outside. اتكلمنا بقى على البلاد. قال لي يا دكتور البلاد ده يا دكتور بيتكون من 4 حاجات. البلازما دي يا دكتور بتبقى فيها الميه، بيبقى فيها النيوترينز، حلو، ليكويد كومبوننت، ومتقسمه جوه ريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز دي اللي فيها الهيموجلوبين اللي بيعمل اكسجين وكربون دايوكسيد وويست ترانسبورتيشن. عندي الوايت بلاد سيلز البلطجي بتاعنا او الديفندر بتاعنا بيحمي الجسم، الانتي بوديز. واخر حاجه البليتلتس دي اللي بتعمل بلاد كلوتنج او تجلط الدم. قال يا دكتور الضغط بتاع الدم بيبقى 120/80، وقلت لك ال 120 دي بتبقى اللي هي طق دي اسمها 120. زودت الضغط مره واحده عشان الضغط الدم يبدا يتحرك لكل حته في الجسم. فاول يا دكتور ما اعمل كده الهواء يبدا كميه الدم اللي تبقى موجوده قليله، فالضغط يقل، فيفتح كده فيبقى ضغطه قليل، وساعتها الجسم بيبقى ضغطه هو اللي عالي، فيروح زي الميه من الضغط العالي، زي دم من الضغط العالي في الارتريز والفين او في الفينز، يبدا يحركها تاني للقلب وتبدا الدوره تلف. فيا دكتور ال 120 دي السيستوليك اللي هي الكونتراكشن، والدايستوليك اللي هي الريلاكسيشن بتبقى هي ال 80. حلو كده يا دكتور، خلصنا 2 فاكتورز، الهيت والبريشر. الهيت والايه يا شباب؟ البريشر. الهيت والايه يا شباب؟ البريشر. شرحت لك في الهيت الثلاثه، السيليزيوس والكلفن والفahrenheit، وطرق الانتقال كوندكشن وكونفكشن وراديشن. وقلت لك الادابتيشن للفريزنج، عندك الفروج بتاع الجلوكوز والديب هيبرنيشن. وكلمتك على الانتاركتيك ايس فيش بانتي فريزنج بروتين وعندها الهيموجلوبين. وكلمتك على الجو الحر اللي هو الاستراليان كنديان، كان السورني ليزرد ديزرت، كان ده بيعمل يا دكتور 2 بحرف سي، عنده تشانلز على السكين بتاعته بتكولكت المويستشر وتوصلها لحد الماوس عشان تعمل دي هايدريشن. حلو الكلام. قال لي يا دكتور بقى تعالى اكلمك على ثالث حاجه اللي هي الويند سبيد او الويند. قال لي يا دكتور الويند بيروح فين؟ قال لي يا دكتور من الضغط العالي للضغط الواطي. فدكتور ده حركه الرياح من الضغط العالي للضغط الواطي. قال لي يا دكتور عندي بولار ويند، دي كولد ودراي ويند، بتيجي من فين؟ من الهاي بريشر النورث والساوث بولز للسب بولرز اللي هي مناطق اللي ضغطها بيكون قليل. قال لي يا دكتور الويند سبيد بتاثر على الرطوبه وكل الكلام ده كله. السترونج ويند ممكن يا دكتور تعمل لي تغيرات جامده جدا في الجو، وممكن يا دكتور تؤدي الى تكسير النباتات اللي موجوده. وعليها يا دكتور دور النباتات في حمايه الكوكب من الرياح السريعه. يا دكتور عندي 3 انواع من انسجه في النبات، عندي البرانكيما والكولينكايما والسكليرينكايما. قال لي يا دكتور البارينكايما او جارات القايمه. جارات القايمه دي يعني جارات السيل. قال لي يا دكتور جارات السيل دي يا دكتور مميزه بايه؟ هي اللي فيها الحياه. قال يا دكتور دي ليفنج تيشو، عندها سيلولوز، عندها عدد كبير جدا من الكلوروبلاست، فدام عندها كلوروبلاست تعرف تعمل فوتوسينثيز. وعندها دكتور لارج فاكيول، فدكتور دام فيها لارج فاكيول تبقى عندها قدره انها تعمل ستورنج للنيوترانت والووتر. تالت حاجه يا دكتور تعتبر موست اوف فليكسبل تيشو انسايد فيريوس في الليفز وفي الستيم وفي كل حاجه. فدي يا دكتور بيخليها تعمل سكريتنج للساب ليه؟ عشان فيها نيوترانت، وتساعد في الفنتليشن ليه؟ انها موجوده في كل حته وتعتبر بتعدي الميه وبتعدي الهواء. قال يا دكتور الكولينكايما ده برده ليفنج تيشو ليه يا دكتور؟ بيبقى اطول من البارينكايما، وعنده سكند فيها سيلولوز وبكتين، فعشان فيها بكتين فبتدي جنب الفلكسبيليتي بتدي كمان ايه؟ بتدي قوه، بتبروفايد السترينجث والفلكسبيليتي والالاستيستي. حلو. موجوده فين يا دكتور؟ اسمها كولينكايما. الكولينكايما دي موجوده تحت الابيديرمس بتاع الليف بتاع الفينز والستريم، وبالذات السمول ستيمز. السمول ستيمز يعني في الشجر الصغير. قال يا دكتور بقى السكليرينكايما، بحرف الاس دي بتاعه السترينكسن. دي دكتور بتوفر سيجنيفيكانت ميكانيكال سترينكسن، والسكليرينكايما غالبا بتبقى ديد، مش نون ليفنج بس تبقى ديد. يا دكتور بتبقى ريجيد وما بتعديش الميه، عشان كده بتبقى ناشفه. فيري 6 سيلولوز اند ليجنين وول. الوول ده ما بيعدي، الليجنين ده ما بيعديش الميه. قال يا دكتور اخر حاجه بقى الهيوميديتي، وهي الرطوبه. قال يا دكتور الرطوبه يعني ايه رطوبه؟ قال لي كميه بخار الميه اللي موجوده في الهواء. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التمبريتشر والاتموسفيريك بريشر. كل ما التمبريتشر والاتموسفيريك بريشر يزيدوا كل ما الرطوبه ما تزيد. زي يا دكتور اسكندريه في الصيف، عندي ميه كتير وعندي حر، فيحصل بخار ميه كتير فتحس ان اسكندريه فيها رطوبه في الصيف. يبقى الجو مش حر على قد ما الجو ما هو رطوبه. وقلنا قبل كده ان كل ما الرطوبه ما تزيد
كل ما قدرتك على انك تتخلص من العرق اللي عندك بتقل. ليه؟ ان الهواء اوريدي متشبع بالووتر فيبر، فانا جسمي عنده فيبر او عنده ميه على سطح جسمه عايز يتخلص منها، بس الجو مش عايز او الجو مش مكتفي، فبيفضل العرق، فبيبقى جسمك ملزق ومش عارف تتخلص من الحراره. قال يا دكتور عشان لما الهواء بيحتوي على الرقم الاعلى، الماكسيمم اماونت اوف ووتر فيبر، ساعتها يا دكتور الميه او الهواء بيبقى ساتيوريتد، مكتفي بالووتر فيبر، متشبع. فده يا دكتور ساعتها يا دكتور بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا ينعكس عليا ان كل ما الرطوبه ما بتزيد على الويزر، بيقول يا دكتور لما ساعتها هيتكون رين فول. لكن يا دكتور على الانيمال والانسان والحيوان هيتخلي يا دكتور كميه العرق تقل، فجسمي العرق ده كان بيقلل من درجه حرارته، ساعتها يا دكتور هيقلل كفاءته انه يخفض درجه الحراره. طب يا دكتور بالنسبه البلانت كان بيتخلص من الميه الزياده عن طريق الترانسبيريشن، فساعتها الترانسبيريشن هيقل. فالترانسبيريشن كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل حاجتين، كان بيقلل من التمبريتشر، ومش بس كده، كان كمان يا قلبي بيعمل ايه تاني؟ افتكر كان بيعمل ايه تاني؟ كان بيرفع الميه والسولت من الروت للابر بارت، وده يا دكتور برضو هيبدا ياثر على لما الهيوميديتي تقل تبدا دي كمان تتاثر. واخر حاجه يا دكتور على الجسم، تبدا يا دكتور جسمي ما يستحملش الحراره ويخش في ستريكس او ستروكس دي بتاعت السناب شات. الستروكس بيبدا يقل السويتنج، فيبدا جسمي يبدا يتعب، فيعمل لي يا دكتور هيت ستريك وهيت ستريس وهيت ستروك، وده يا دكتور يبدا ياثر عليا. طب يا دكتور لو الرطوبه قليله جدا، هيبدا جسمي كل شويه عايز يعرق. ليه؟ انه عايز الميه، عايز تشفط الجو، عايز ياخد مني الميه اللي عندي كلها، فيعمل لي حاجه اسمها دي هايدريشن. وبكده يا شباب نبقى خلصنا يا قلبي الدرس الثالث. خش بقى على اخر درس في يونت 2، ونبقى كده خلصنا المراجعه بتاعتنا. وهنزل لك انا فيديو تاني في حل اهم الاسئله. حل ايه يا شباب؟ اهم الاسئله. يبقى احنا كده عاملين مراجعه كامله متكامله، وفي حل لاهم الاسئله. يلا يا شباب نبص على الدرس الرابع. الدرس الرابع ده كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على المشاكل، واهم مشكله بالنسبه للاتموسفير حاجه اسمها الجلوبال وورمنج. يعني ايه جلوبال وورمنج؟ يعني الاحتباس الحراري. قال لي سببها ايه؟ قال لي في اخر 200 سنه بدانا نحرق الفوسيل فيولز. فالفوسيل فيولز يا دكتور بتطلع جرين هاوس جازز ايميشن، زي مين؟ زي الكربون دايوكسيد. زي مين يا دكتور؟ زي الووتر فيبر، زي النيتروجين اوكسيد، زي الميثين، زي السي اف سيز. كنت انا قايل لك على كده كانوا 3 سي نو. 3 سي دي كان كربون دايوكسيد، وكان عندي الميثين السي اتش 4، وكان عندي كلورو كربون لو انت فاكر، وكان عندي نو النيتروجين اوكسيد، والاو ده الاوزون، والاتش ده اللي هو الاتش 2 او اللي هو الووتر فيبر. قال يا دكتور ده بيعمل ايه؟ قال لي يا دكتور بيشتغل كانه صوبه غذائيه، بيعمل ترابنج للهيت، فدرجه حراره الكوكب بتبدا تزيد. فقال يا دكتور بيبدا يدمر لي ايه؟ قال لي اول حاجه يا دكتور بيدمر لي المناطق القطبيه، بتبدا تسيح. فالارض بتاعت المناطق القطبيه كان عايش عليها دب وضفدع وبينجوين بطريق، كل الحاجات دي مش لاقي حاجه تعيش عليها، فتبدا ايه؟ تنقرض. ومش بس كده، هتبدا يا دكتور تغرق لي المدن الساحليه، تعمل فلودنج للمدن الساحليه زي اسكندريه القديمه اللي هي الغرقانه وهكذا، والجزر الصغيره وهكذا. قال لي ومش بس كده، هتعمل لي تغيرات عنيفه في الكوكب. ليه؟ ان الميه الزياده دي مع شويه هواء تعمل لي اعاصير هوريكانز، والميه الزياده دي الميه الزياده دي تعمل لي فلودز اللي هي فيضانات، وكميه الحراره الزياده على الانهار تبخر الانهار فتعمل لي دروتس اللي هي الجفافات. قال يا دكتور ازاي؟ السؤال ده مهم جدا، ازاي اقلل الجلوبال وورمنج؟ قال لي اعمل 3 حاجات. اعمل البابليك ترانسبورتيشن. ليه؟ ان انا عايز اقلل الاميشنز، فالاميشنز دي كان مصدرها فين؟ كان مصدرها العربيات، فحاول اقلل العربيات في الشارع. فقال العربيات في الشارع ازاي يا دكتور؟ بدل ما كل واحد عنده عربيه، ال10 يركبوا اتوبيس كبير، فيبقى عندي موتور واحد باميشن واحده. تاني حاجه يا دكتور ازود كفاءه الطاقه، يعني استخدم الطاقه كويس، استخدم الليدات، استخدم الحاجات دي كلها. ثالث حاجه يا دكتور ازود المناطق الخضراء زي الافورستيشن، ان انا ازود المناطق اللي هي فيها زراعه فيحصل فوتوسينثيز فيقل الكربون دايوكسيد اللي هو اهم سبب للجلوبال وورمنج. قال لي طب يا دكتور تعالى نتكلم على النيوترنت، على البوليتنت. يعني ايه؟ يعني الملوثات. كان عندي كام ملوث؟ كان عندي 3 ملوثات. اول حاجه الكربون مونوكسيد والسلفر اوكسايدز والنيتروجين اوكسايدز. وبعد كده هنتكلم على تكوين الاسيد رين، وفي الاخر ايه؟ نقفل الدرس بتاعنا او نقفل الترم كمان بالرول بتاع الساينس والتكنولوجي في الحمايه والاستشفاء الريكفري. قال لي دكتور الكربون مونوكسيد اللي هو القاتل الصامت ده اودرلس كلرلس، بيجي منين؟ بيجي من الاحتراق الغير كامل للحاجه، زي ان الخشب اتحرق فين؟ في حريقه، فالخشب ما اتحرقش كله، فكل اللي كان موجود كربون مونوكسيد. قال يا دكتور الكربون مونوكسيد توكسيك، اقوى من الاكسجين على الهيموجلوبين، فالهيموجلوبين يحب الشخص التوكسيك زي يعني
فياخد يا دكتور كربون مونوكسيد ويسيب الاكسجين، فبعد كده الخلايا تحس ان انا ما عنديش اكسجين. ليه؟ عشان اعرف اعمل تنفس، فابدا ما اتنفسش فابدا اشتكي واموت. فقال يا دكتور ان قوه تماسك، قوه ان الهيموجلوبين يمسك في الكربون مونوكسيد اكتر من الاكسجين من 200 ل 250 مره، فبيتكون ماده اسمها كربوكسي هيموجلوبين، وده ستيبل كومباوند بيمنع من تكوين الاكسجين مع الهيموجلوبين. فالخليه يا دكتور ما تلاقيش اكسجين، فيحصل لها زي نقص اكسجين اللي هو الهايبوكسيا، فده يا دكتور يخليها بدل ما بتتنفس بالاكسجين تتنفس من غير اكسجين، فكميه الطاقه اللي بتطلع فيها تبقى قليله ويطلع حاجه اسمها لاكتيك اسيد، وده يا دكتور بيعمل لي فديك وهيدك، فابدا احس بتعب، فابدا اخش في كوما، قصدي اخش في انكونشسنس، يعني ابدا افقد وعي مع الوقت عشان الناس تاخد بالها، ثم يحصل اخر حاجه اللي هي البرين دامج. قال لي بعد كده يا دكتور عندي السلفر اوكسايدز، ده يا دكتور اللي بيطلع من فين؟ بيطلع من احتراق الفحم الانشطه الصناعيه. اهم واحد فيهم كان الاس او 2 اكثرهم استقرارا. حلو يا دكتور. وبيطلع في الحاجات بتاعه الاويل ريفايننج، اللي هي يعني ايه اويل ريفايننج؟ يعني تكرير البترول، والميتال ميتال ميلتز اللي هي ذوبان المعادن. قال يا دكتور النيتروجين اوكسايدز NO2 يا دكتور ده بيتكون لارج، بيجي من التكوين بيتكون امتى؟ في الهاي تمبريتشر كومبشن، يعني احتراق درجات حراره عاليه. لو انت فاكر ان ده كان لارجري انرت، فكان بيحتاج سبيشال كونديشن، يا اما فيري هاي تمبريتشر، يا اما لو انت فاكر كان اللايتنينج. قال يا دكتور طب انا دلوقتي عندي SO2 SO3 وNO2 SO1 وSO2، كل ده يا دكتور يتحد مع الميه وهي بخار، وهي بيحصل ايفابوريشن يعمل لي حاجه اسمها اسيدك كلاودز او اسيدك رينز. فتبدا يا دكتور لو احنا في SO2، الاس او 2 يا دكتور تمسك في الO2 فتتحول لك لSO3 في وجود السان لايت. طب الاس او 3 زائد الميه يدي لك H2SO4 سلفوريك اسيد، ودي ميه النار. قال يا دكتور او 2 NO2 زائد H2O يدي لك يا دكتور NO2 زائد HNO3. تاثير الكلام ده بقى على البيئه، قال يا دكتور بيأثر على الريسبيراتوري تراك، بيعمل لك انفكشن اريتيشن تهيج، ثم يبدا صدرك يقفل يلحق نفسه برونكيال ازمه، ثم بعد كده يحصل التهاب في الشعب الهوائيه برونكايتس، ثم التهاب رئوي حاد اللي هو النمونيا او النمونايتس. حلو. قال يا دكتور لكن ال NOx زائد الفولاتايل اورجانيك كومباوندز يبدا يعمل لك التروبوسفيريك اوزون، وده يا دكتور مضر لللنج وبيقلل الريسبيريشن كاباسيتيز، ريديوس ريسبيريشن كاباسيتي. على البلانت بيأثر، بيدمر ورق الشجر، فلما ورق الشجر الليفز اللي فيه الاستوماتا اللي بتعمل الفوتوسينثيز تقل، يبدا يا دكتور الفوتوسينثيز يقل، فيعمل لك يبدا يأثر لك على الفود تشين كلها. وعلى المباني والانفراستراكشر قلل ال H2SO4 مع اللايمستون اللي هو الحجر الجيري اللي كان بيتعمل منه الاثار، يبدا يا دكتور يتغير ويدي لك CaSO4 زائد CO2 زائد H2O. اخر حاجه بقى يا دكتور ازاي احمي الكوكب بتاعنا او ازاي احمي الاتموسفير؟ قال لي اول حاجه ابدا ان انا اتابع واتوقع مونيتورنج وفوركاستنج. عندي اول حاجه يا دكتور الساتلايت اند ريموت سينسنج، الاستشعار عن بعد، الاقمار الصناعيه والاستشعار عن بعد. دي يا دكتور بتبدا نبدا نبص على الاوزون لاير ونشوف الريكفري بتاعها عامل ازاي، ونوفر داتا للكلاود موفمنت والويند باترن، بحيث ان احنا نبدا نشوف الدنيا فيها ايه واتوقع الوحش، فابدا يعني انا متوقع ان هنا هتحصل كارثه فابدا الحق الكارثه قبل ما تحصل، وهكذا. قال لي يا دكتور ابدا اعمل سنسورز للجرين هاوس جازز علشان ابدا اشوف هي مشكلتها عامله ازاي، وابدا اعمل لها مؤتمرات واحافظ عليها. تاني حاجه يا دكتور محطات الطقس، اعمل مترولوجيكال مونيتورنج ستيشن عشان احسب التمبريتشر والاير بريشر والهيوميديتي والويند سبيد وكميه الملوثات، وده يا دكتور بيساعدني ان انا الحق المشاكل قبل ما تحصل. وعندك يا دكتور مكتب بريطاني موجود يا دكتور، موجود فين؟ موجود في المنطقه القطبيه، بحيث ان هو يقدر يساعدني. اخر حاجه بقى يا دكتور اعمل حاجه اسمها كلايمت موديلز. يعني ايه كلايمت موديلز؟ يعني يا قلبي اعمل موديول امشي عليه، اعمل سيستم امشي عليه. دي ابدا اجمع الداتا من الساتلايت والميترولوجيكال مونيتورنج ستيشن، وابدا اعمل بقى يا دكتور ايه؟ موديول او موديل امشي عليه يمشيني كويس. يا دكتور ابدا اتوقع ان التمبريتشر هتزيد من 1.5 ل 2 على على اللي موجود دلوقتي بسبب الجلوبال وورمنج، فابدا يا دكتور ايه؟ اخد بالي واقلل الاميشنز وابدا امشي في الايه؟ في الحاجات بتاعتي. قال يا دكتور العلماء بيعملوا ايه؟ قال لي يا دكتور اول حاجه بيحاولوا يعتمدوا على الطاقه اللي ما فيهاش اميشنز،
زي مين؟ زي السولار باور والويند باور والهيدرو باور والكلام ده كله، عشان ما بتطلعش اوكسايدز واميشنز. تاني حاجه يا دكتور، ابدا الحاجات اللي بتطلع لي اميشنز للمصانع ابدا اعمل عليها مداخن. المداخن دي يا دكتور يبقى فيها محطات تنقيه، زي يا دكتور الايه جاز سكرابرز. يعني اعمل تنقيه، عارف السكرابنج، التنقيه بتاعت الوش، تمام؟ فلاتر تو ريموف السلفر والنيتروجين اللي بيكون موجودين، ان هم لو طلعوا هيتحدوا مع الاكسجين فيعمل لك SO2 SO3 وNO وNO2، ويبداوا يعملوا لك الاسيديك رين والكلام ده كله، ويأثر لك على كل الحاجات اللي كانت بتأثر على البيئة. وابدا يا دكتور اعمل احاول احافظ على الكائنات الحيه في اعمل حاجه اسمها بيولوجيكال امبورتنس اوف فوركاستنج، ابدا اقول لك الاهميه البيولوجيه للتنبؤ والتوقع ده. في البابليك هيلث ببدا اتوقع البوليوشن والالترا فايولت راديشن عشان احمي الهيومن. في الاجريكلتشر ابدا اتوقع درجات الحراره اللي هتبقى جايه، فابدا ازرع حاجات ملائمه لدرجه الحراره، وابدا اتوقع ان الدنيا هتمطر هنا فازرع هنا وهكذا. والايكو سيستم احاول احافظ على الايكو سيستم. وكان عندك اكزامبل 1 اللي هو الجريد بارير ريف في استراليا دي استراليا ولا ايه، فقللت لي اللوس وعملت لي ريكفري للسام كورال ارياز، وبدات تتوقع السترونج ستورمز. فده خلاني احمي الكائنات اللي بتعمل ميجريشن بحيث ان انا الحقها قبل ما تموت. وبكده يا شباب نبقى خلصنا مراجعه ليله الامتحان، شرح قوي قوي قوي، ما سيبناش حاجه. شرحنا ال 14 درس في فيديو واحد، يعتبر في ساعه ونص او اقل من ساعتين، بحيث ان الدنيا تبقى سهله عليك. سواء حضرت معانا المحاضره دي سنتر، لازم تتفرج عليها اونلاين تاني. اشوفكم في فيديوهات الحل، واشوفكم في الترم التاني على خير بدرجات تفرحني وتفرحكم وتفرح اهاليكم. شكرا ليكم جدا 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 على اللي انتوا عملتوه معايا السنه دي او عملتوه معايا الترم ده، وانا في نجاح وانبساط، كل ده بسببكم انتوا. شكرا، انا بحبكم جدا 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 جدا. اشوفكم على خير، مع السلامه.